السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد هنا؟ لو في أي حد هنا بس يطمني الصوت والصورة أخبارهم ايه؟ ولا- يعني هنعتبر ان الصوت ان شاء الله كويس. هنعتبر كده لغاية ما حد يجي يطمنا ايه الأخبار. آم، ظاهرلي ان في ناس موجودة بس مش عارفة. تمام، شكرا يا أميرة. طيب الحمد لله. طيب خلينا نبتدي على طول علشان ما اخركوش، وعلشان متحمسه جدا لورشه النهارده ان شاء الله. اتاخرت فيها شويه بس يعني امل ان شاء الله تكون مفيده ليكم وتكون الحاجه اللي انتوا تمنيتوها مني يعني او طلبتوها مني مع البصمه بتاعتي بقى. هنعمل ايه النهارده؟ هنتكلم في كذا نقطه. هنتكلم في الاول خالص كده في كام سؤال نمهد كده الموضوع. بعد كده هنتكلم الفرق بين التعلم والتعليم، وهنتكلم كمان في علاقتنا بالولاد اللي هي اساس كل حاجه. وبعد كده هنتكلم كمان في المصارحه، وبعدين الاجتماع العائلي، وبعدين هنتكلم في شويه اخطاء كده احيانا بنقع فيها فيما يخص الاجازه. وبعد كده هنتكلم ان شاء الله في ازاي نقسم اليوم مع الولاد، وازاي نتعامل لو حصل فطور في النص، وليه بيحصل فطور من وقت للتاني. تمام. فانا هبقى محتاجه منكم ان انتوا بقى في النص كده هبقى بسال اسئله، فهبقى محتاجه منكم ان انتوا تجاوبوني علشان بحب التفاعل وعلشان احس ان انتوا موجودين. وهبقى محتاجه منكم تركزوا عشان في النص كده هقول لكم على مفاجآت فتبقوا متابعين معايا. اول حاجه بس حابه اعرف منكم، لما بندخل على حاجه جديده بنبقى محتاجين نحط نية كده. فايه نيتنا لأجازة أولادنا؟ ايه النية لأجازة أولادنا؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، ايه أكتر غلطة بنقع فيها في الأجازة، سواء في التخطيط أو في عدم التخطيط؟ ايه أكبر غلطة بنقع فيها غالبا في الأجازة؟ طبعا مفيش صح وغلط، أي حد حابب يقول أي حاجة فهو مرحب بيه. متحمسة أشوف إجابتكم بس منتظرة بقى تكتبولي. صباح الخير يا يسرا، منورة. طيب الناس اللي لسه منضمة، عايزين نعرف ايه اول حاجة، ايه نيتك فيما يخص الاجازة لاولادك؟ والنقطة التانية، ايه اكبر غلطة بتقعي فيها في الاجازة؟ اسفة اني بشرب لو حد صايم، بس عشان يعني محتاجة اشرب حاجة عشان يعني ربما لست بخير. صباح الخير، ازيك يا وسام، عاملة ايه؟ وسام بالمناسبة اللي جايبالي البرواز ده عشان انا بحبه قوي، فبحبه يظهر معايا. انا جايه كده اصلا عشان البرواز يبان معايا في الصوره من كتر ما بحبه يعني. صباح النور، صباح النور. اهلا يا سماح، اهلا يا ساره، اهلا اهلا. بس احنا دلوقتي مش بنسال يا رضا، احنا دلوقتي بنجاوب على سؤالين. اول سؤال، ايه نيتك في الاجازه لاولادك او لابنك؟ الحاجه التانية، ايه الغلطه اللي بنقع فيها بالنسبه لاولادنا؟ حابه اي حد يقول اي حاجه عشان نبتدي. صباح الخير يا حنان. انا بحب فقرة الصباحات دي، معلش بقى لو حد بيسمعنا مسجل يمشي الجزء ده.
ايه نيتكم في الاجازه لاولادكم؟ صباح الخيرات. اهلا يا عائشه. محدش ناوي يقول اي نيه؟ اوكي حلو قوي، شكرا يا اميره، دايما منقذاني كده. طيب اكبر غلطه عدم تنظيم اي حاجه في اليوم. تمام، فعدم التنظيم هو اكبر غلطه بتحصل. اوكي. طب النيه اللي انتوا حابين تحطوها بقى في الاجازه يا اميره، او كلكم يعني، بس عشان اميره اللي جاوبت السؤال ده. اهلا يا ايه. حلوة قوي. سارة بتقول نيتي اني استغل كل جزء منها، طبعا بما ينفعهم في الدنيا والاخرة. بس هما مش مشجعيني خالص. طيب احنا دلوقتي بنقول النية وهنشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. نيتي انها تكون مثمرة، دي وسام حلو قوي. النية استثمار الوقت في شيء مفيد. ثانية ثانية واحدة، الكلام بيروح. اوكي، في شيء مفيد، تعليم مهارات جديدة، دي عائشة. تمام حلو قوي. رزان بتقول عايزة ما صوتش واكون اهدى مع ولادي. ماشي حلوة قوي النية دي يا رزان، ان شاء الله ربنا يقويكي عليها. يسرا بتقول بالنسبة لي نيتي السنة دي نقرب لربنا واحنا مبسوطين. كل نشاط رياضي ترفيهي غيره نشوف هنقرب ولا هنبعد. حلوة قوي قوي ما شاء الله يا يسرا، هنتكلم على ده في ان شاء الله خلال اللقاء يعني. اكبر غلطة اهلاك نفسنا واولادنا في انشطة كتير مش بتاعتهم لمجرد شغل وقتهم، النتيجة بتكون بيزهقوا بيملوا. حلوة قوي يا يسرا ما شاء الله، شكرا جدا. رضوى، فكي يا رضوى. عايزة ابعده عن الموبايل. تمام، ابعده مش ابعدهم، حد واحد. ماشي، فين الباقيين؟ ودي طيبة يا ايه، ربنا يكرمك يا رب. آه هو ان الاجازة غير منظمة، يعني نعمل كل حاجات بعشوائية، او دي اكبر غلطة يا رضا. تمام. طيب هبهوبة صح. اوكي، نتبسط ونبعد عن الشاشات خالص. تمام. نفسي انمي مهاراته الفكرية ومهارات التحكم في الغضب. ماشي، دي نيتك يا حرية. تمام. ندى بتقول ولد صالح يدعو له او يدعو لي. حلوة قوي يا ندى ما شاء الله، ازيك يا ندى. ماشي، اكبر غلطة اني بستسلم للزن على التليفون. تمام حلو قوي يا سارة، حلو الاعتراف، يعني انا حبيت الاعتراف. ربنا يعيننا جميعا، انا عارفة ان هو الموضوع صعب فعلا يعني. سماح بتقول بالنسبة لعمر عملت له جدول ما بين الحفاظ على تمارينه الرياضية. بالنسبة للجزء الشرعي حبيت انه يتعلم فقه، فاشتركت له في دورة تعلم الفقه. اكبر غلطة ان اعمل ده بدون مشاركته هو. حلو قوي. لازم يكون معايا في الاختيارات، يكون موافق ومرحب مرحب جدا. حلو قوي قوي يا سماح ما شاء الله. النية اني عايزة انمي مهاراتهم، تقليل التوتر والصوت. اوكي، واستغلال اكبر وقت. ماشي يا اميرة حلو قوي. اكبر غلطة وسام بتقول اني بتشتت بين حاجات عايزة اعملها معاهم، وبينتهي اني ما اعملش اي حاجة او ما اعملش حاجة. اوكي حلو قوي. طيب الغلطة عدم وضع خطة بالرغم ان الوقت كبير وممكن نستفاد جدا منه، دي عائشة حلو جدا. عايزة يكون عنده هدف نشتغل عليه في الأجازة، دي رضوى. تمام. بصراحة نيتي اني اساعدهم على قد ما اقدر، هم اصلا مفيش اجازة الا الكبيرة. الا مفيش اجازة لا الكبيرة. الكبيرة تقريبا لسه في حضانة 3.5، والأصغر سنة. يا خلاص انتوا صغننين لسه يا إسراء ما شاء الله. ممكن تسيبي اللايف على البيج؟ والله انا بسيبه، بس الفيسبوك بقى مؤخرا بيمسح بعد شهر، فانا يا نور والله مش بمسحه. بس هحمله على قناة اليوتيوب ان شاء الله يفضل موجود، يعني لو اتمسح من هنا بعد شهر ان شاء الله هيبقى موجود على اليوتيوب. القناة بنفس اسمي، اي غريب، عربي وانجلش. او انجلش، لا انجلش بس. تمام. بنكون عاملين خطة ومش بنكملها. اوكي. يا ريت بلاش عصبية. تمام. او بعضهم عن التكنولوجيا تنمية مهارات. اوكي حلوة قوي قوي قوي، شكرا انكم شاركتوني. تعالوا بقى ناخد خطوة خطوة كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ تمام. احنا خلاص خدنا النية وخدنا الغلطات اللي احيانا بنقع فيها، وهنتكلم في موضوع الغلطات ده. انا عايزه اقول لكم انه احيانا يعني في وقت من الاوقات زي اجازه نص السنه اللي فاتت، انا كانت نيتي بس انه ان انا اركز مع الولاد على الراحه، ان نيتي الراحه.
فكنا بس بنعمل حاجات تريحنا نفصل بيها، ما كناش بنعمل اي انشطه، يعني ما عملناش اي انشطه تقريبا تذكر في الاسبوعين بتوع النص سنه. فدي نيه، يعني نيه الفصلان على فكره. بس الفكره ان انا بفصل ازاي، وبخليهم هم كمان يفصلوا معايا ازاي وكده، وبعلمهم ان مفيش فصلان يخص السوشيال ميديا، سوري مش السوشيال ميديا، انا هشيل بس التعليقات عشان اركز معاكم. تخص الشاشات، يعني الشاشات مش بتخلينا خالص نفصل، فالفصلان بعيدا عن الشاشات. النقطة التانية ان انا اكون اصلا قادرة اعمل ده، عشان زي ما تقريبا سارة كانت بتقول انه فكرة الزن على الموبايل، ما هما لو فاضيين مش لاقيين حاجة يعملوها طبيعي هتلاقيهم سحبوا على الموبايل، راحوا على الموبايل، مفيش اي انشطة، مفيش اي حاجة تخليهم يعني يبعدوا عنه، فبالتالي هما هيبقوا طول الوقت بيشتغلوا على الموبايل زينا بالظبط. انت هتلاقي نفسك انه لو مش لاقي حاجه تعمليها هتلاقي نفسك سحبتي الموبايل وفتحتي السوشيال ميديا اوتوماتيك. يعني احيانا بتبقي مش واخده بالك اصلا من الخطوه اللي انت بتعمليها، هي بتتعمل كده بشكل يعني تلقائي. ليه؟ ليه الشكل اللاواعي ده؟ عشان حاجه اتعودتي عليه، فهم كمان اتعودوا على ده، فطبيعي ان هو يبقى البديل اللي متخزن في حاجه عندنا كده في دماغنا اسمها النيوروبلاستيسيتي. يعني ايه؟ يعني المرونه العصبيه. فسبحان الله ربنا خلق لنا في دماغنا كده الوصلات العصبيه، هي بتبقى معتاده على حاجه معينه، وليكن مثلا هشبه لكم بانه في دماغنا طرق، خلاص؟ ففي طرق ممهده، دي اللي احنا مشينا عليها كتير والعربيات مشيت كتير وكده، فبالتالي هي ممهده صالحه للمشي، بغض النظر بقى هي صح ولا غلط، بس هي صالحه للمشي عليها، ودي اللي احنا بنعملها كتير، فبالتالي هي ممهده بالنسبه لنا واحنا عارفينها، فدايما بنلاقي نفسنا رايحين لها عشان هي ممهده، بس مش بالضروره هي صح. في طرق تانية بقى مش ممهده، فالموضوع بيكون اصعب بالنسبه لنا، وبيكون بيخلينا لما بنمشي عليه بيكون الموضوع صعب، الطريق مش ممهد، فبتلاقي فيه في النص نقر كتير وبنقع كتير، فهي دي الوصلات الجديده اللي احنا محتاجين نمشيها. فانتي لما هتيجي هتروحي على الطريق الانهي؟ غالبا الممهد، فاللي هو اللي انت عارفاه، فانت محتاجه انك انت اكنك بتسفلتي الطرق الجديده دي علشان بعد شويه تبقى صالحه ان انت تقدري تمشي عليها. نفس الفكره بالظبط في دماغنا، الوصلات الجديده دي بتبقى محتاجه ان احنا نشتغل عليها، وان احنا نبقى بنمشي كتير فيها علشان تبقى صالحه للاستخدام بعد شويه، فبتاخد مننا وقت شويه في الاول، وبعد كده بنلاقي نفسنا الموضوع بقى احسن. هي دي فكرة العادات بشكل عام، يعني ده بطريقة مبسطة، أتمنى أكون عملتها بطريقة مبسطة يعني، علشان نبقى فاهمين إنه طبيعي إن الولاد هيروحوا للحاجة اللي هم عارفينها، وعموما الإنسان عدو ما يجهل، فطبيعي إن إحنا دايما هنبقى عايزين ناخد الحاجة اللي إحنا عارفينها، والإنسان لما بيروح لحاجة أو طريق جديد الموضوع بالنسبة له بيبقى صعب، فبيلاقي نفسه بيروح اوتوماتيك على الحاجة اللي هو عارفها عشان خايف من الحاجة اللي هو مش عارفها. تمام؟ حتى لو هو عارف ان الحاجه اللي عارفها دي حاجه سهله بالنسبه له، وقصدي او حاجه مفيده بالنسبه له، بس بالنسبه له هي مش سهله. طيب تعالوا بقى نبتدي في اول حاجه كده احنا عايزين نعملها، هي الفرق بين التعلم والتعليم. تمام؟ عندنا التعليم اللي احنا بناخده في المدارس، الحاجات اللي ليها علاقه بالمناهج الدراسيه، بالكتب، بالحاجات اللي احنا بناخدها في المدرسه بشكل عام يعني. فاحنا لما بنيجي نقول للولاد ان احنا هناخد اجازه من المدرسه، فهم بالنسبه لهم هم خلاص خدوا اجازه من التعليم. مؤخرا بقيت بفهم ولادي انه لا، في فرق بين التعليم وفي فرق بين التعلم. التعلم ده مستمر معانا طول الحياه، صيف شتاء اجازه مش اجازه، فاحنا بنتعلم، فالتعلم ده مستمر معانا، ما بناخدش منه اجازه، ما ينفعش يعدي علينا يوم كمسلمين ان احنا ما نستغلش عقلنا فيه، وان احنا نستفيد اي معلومه ولو حتى بسيطه. فالفرق بين التعليم التقليدي او التعليم اللي احنا بناخده في المدارس هو حاجه الزاميه، حاجه مقرره، فيها امتحانات، فيها درجات، بيمشي على الجميع، سواء رضيتي او مرضتيش، احفظي، انجحي، ما تنسيش المعلومات، حلي المساله دي، وهكذا. التعلم بقى هو انك تجربي بنفسك، تعملي حاجات شبهك، يبقى عندك فضول للحاجه اللي انت عايزه تتعلميها، انك تسالي اسئله تخليكي تعرفي الاجابات صح ولا غلط، انك تكتشفي حاجه جديده عن نفسك، انك تستخدمي عقلك بشكل او باخر. فاي نوع من انواع التعلم هو حاجه مفيده وبنعملها طول السنه. يعني مثلا الحاجات اللي بنعملها زي السودوكو مثلا، دي لو انت اتعلمتيها ده نوع من انواع التعلم.
لو اتعلمتي شطرنج، لو اتعلمتي ازاي تعملي بازل بطريقه صح، لو اتعلمتي ازاي تستخدمي كرتونه بطريقه صحيحه، لو اتعلمتي ان انت معلومه جديده، اي معلومه جديده، لو حفظتي ايه، لو عرفتي تدبرها، ده كله تعلم يستمر معانا، ملوش علاقه بالمناهج الدراسيه، ملوش علاقه بالسنه الدراسيه، ولا هو مكرر على الكل. يعني مش بالضروره خالص ان انا يكون عندي مثلا انا عندي بنت وولد، فانا مش بالضروري خالص انه البنت تتعلم زي الولد او الولد يتعلم زي البنت، مش لازم خالص. كل واحد بيتعلم وفقا ليه هو حابب ايه، عايز يعمل ايه، ايه اللي بيفضله، ايه اللي مش بيفضله، ايه اللي عايز يتعلمه جديد، وايه اللي مش عايز يتعلمه، ايه اللي مهتم بيه دلوقتي وما كانش مهتم بيه الصيف اللي فات، او بقى مهتم بيه دلوقتي مش هيهتم بيه بعدين، ايا كان بقى. فده الفكره بين التعليم والتعلم. عشان بس لما بنقول للولاد انه احنا خدنا اجازه، فاللي هو خدنا اجازه خلاص بقى مفيش تعليم. ليه اذاكر؟ ليه اخد كورس انجليش مثلا انمي فيه نفسي؟ ليه اعمل اي حاجه تخص الورقه والقلم؟ مادام احنا في اجازه يبقى في اجازه. فده مفهوم محتاجين نعلمه لاولادنا. وبالمناسبه التعلم الذاتي من المهارات القويه جدا اللي احنا محتاجين نبتدي مع اولادنا بيها. انه مش لازم ناخد كورسات، مش لازم ان احنا نتعلم عن طريق حد، احنا ممكن نتعلم من نفسنا، ممكن نتعلم عن طريق مثلا كتاب نقراه، ممكن نتعلم عن طريق فيديو نشوفه ونتعلم منه. يعني انا منهجي في الحياه ان انا اول حاجه خالص بحاول اتعلم الحاجه اللي انا عايزه اتعلمها بنفسي. مثلا على اليوتيوب مليان، على يودمي في منصات كتيره جدا فيها كورسات، ممكن حتى لو بسعر رمزي زي مثلا منتور مثلا، فهتلاقوا في كورسات بتبقى اسعارها بسيطه، وفي حاجات بتبقى مجانا تماما. فتعالوا ندور الاول، اول خطوه هنتعلم مجانا. شات جي بي تي دلوقتي برضو مش سايب حاجه، فاحنا ممكن نتعلم عنه المعلومات اللي تفيدنا في الاول، اللي هي كحاجه يعني اساسيه كده. بعد كده لو لقيت نفسي عايزه اتعلم اكتر، ممكن بقى اتوسع، اروح لحد مثلا اتعلم معاه، ادفع فلوس بقى. لكن في الاول خالص مش لازم كل حاجه انا عايزه اتعلمها تبقى ادفع فيها فلوس. لا، ممكن ابذل من وقتي ومن جهدي ان انا اتعلم الحاجه دي لغايه ما الاقي نفسي مهتمه بيها اكتر، فابتدي ان انا ادور على حاجه بقى اتعلمها فيها. تمام. دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت حابه نركز عليها. تاني حاجه بقى واهم حاجه معلش ان انا هتطرق لها، بس العلاقه الام الجيده بطفلها اساس التخطيط للاجازه. فما ينفعش اقولك روحي خططي مع ابنك للاجازه ومفيش اصلا مساحه ما بينكم تتحركوا فيها، وفي مساحه امان كده، وفي ثقه ما بينكم، فهو يقدر يقول الحاجه اللي هو عايزها، يحس ان العلاقه مش متوتره ما بينكم، مفيش لوم، مفيش جلد ذات، مفيش مسافه، او مفيش يعني حاجه تحسسه ان هو مش قادر ان هو يتكلم في حاجه زي كده، او لو اتكلم كلمه هتتمسك عليه. فانت قلت هتتعلم انجليزي يبقى لازم تتعلم انجليزي، ويحس ان هو مجبر انه يعمل الحاجه دي. لا، الحياه اخذ وعطاء يعني. فالعلاقه هي الاساس مش الجدال. خلاص، دي اهم حاجه احنا محتاجين نتعلمها. يعني مفيش خطه بتنجح، ولا نشاط بيتحب، ولا مهاره بنتعلمها لو علاقه الام بطفلها مش انسب حاجه، او فيها توتر بشكل عام يعني، او فيها اوامر، او فيها نصايح زياده عن اللزوم، او فيها محاضرات زياده عن اللزوم. فالطفل لما يحس ان هو محبوب ورأيه يحترم ورأيه بيتسمع وبيتشاف، هو هيقدر يستقبل الجدول ده كفرصة مش عبء عليه. تمام. وده هيخليه يقدر يتحمل المسؤولية معايا لما نقعد كده مع بعض ونعمل الجدول مع بعض. فتعالى كده قولي انت ليه ما عملتش الجدول ده، مش من باب انه تحقيق معاه، تعالى نشوف ليه ما قدرتش تعمله علشان نقيم التجربة ونغيرها. فلو انا مفيش بينا المساحه دي، لو انا طول الوقت اوامر، هبقى بالنسبه له حاسه او هحسسه ان انا بتهمه بحاجه، فيبقى طول الوقت عايز يدافع عن نفسه. تمام. فقبل ما تسالي يعني اعمل له ايه في الصيف، اسالي نفسك هو ابني اصلا بيحب يقعد معايا؟ هل ابني في مساحه امان ما بيننا كده، يعني بيحس بالامان لما بيغلط قدامي؟ هل انا بقدر اديله يعني قيمته، وبقدر اخليه ان هو يقول رايه بكل صراحه، مبقاش محرج او ان هو خايف مني بشكل عام؟ عشان كده ما ينفعش ان احنا نخطط من غير ما نرجع نبني جسور الثقه دي. كان ليا فيديو على اليوتيوب على القناه اسمه جسور الثقه، فلو حابين تبقوا تسمعوه وانا بتكلم كده هتلاقوني بقول مصادر، فاكتبوها عشان لو عايزينها ممكن الادمنز ان شاء الله بعد ما اخلص يردوا عليكم ويبعتوا لكم اللينكات اللي انتوا عايزينها. خلاص. فانتي محتاجه تعملي ايه وتبني ايه الجسور الثقه دي ازاي؟
كل يوم هتاخدي مثلا وليكن 10 دقايق نقعد مع بعض. حضن من غير مناسبة، اقول له كتير ان انا بحبه، اشوف لغة حبه ايه وابتدي ان انا اتكلم معاه في حاجة زي كده. طب ما بعرفش اعمل ده. بعد ما نخلص ان شاء الله هحط مصادر كتير للموضوع ده، يعني هتلاقوني بحط مصادر العاب اوريدي كنت احطها كتير، يعني هي مجانيه موجوده على الصفحه، فهجمعها لكم يعني الألبنز ربنا يخليهم يعني ويبارك لي فيهم كده. عملوهم خلاص بالفعل، فان شاء الله هحطهم بعد ما نخلص، بحيث ان انت تاخدي ولو 10 دقايق تقعدوا تلعبوا مع بعض في العاب كتير، في حاجات اسئله تقدروا تسالوا بيها بعض. في حاجات كتير يعني ان شاء الله هتكون موجوده، وفي مفاجآت بقى وفي النص كده هعلن لكم عنها باذن الله. تمام. فكره ان انا بساله ولا ما بسالوش تحب تعمل ايه النهارده، مش بجبره على الحاجه وبعدين ارجع اقول هو بيعند معايا ليه، هو ليه ما بيعملش، انا عايزه مصلحته. انت عايزه مصلحته، بس لما ما بتجبري على حاجه بيبقى كل همك، خصوصا لو دي سمات المرحله الحاليه، يبقى كل همك انك تفلفصي من الحاجه دي. تمام. ففكره ان انا ابقى بجبرك على حاجه معينه او بقولك اعملي حاجه معينه، انت هتبقي بس كل همك ان انت تطلعي بره الحاجه دي، ومش هتعمليها لمجرد ان انا اجبرتك عليها، ما حسيتيش بحريه الاختيار. خصوصا ان احنا طالعين اصلا من المدرسه اللي هو كل حاجه اجبار، يعني هو ما حدش بيساله عايز يمتحن ولا ما يمتحنش، هو بيجبر على الامتحان. ما حدش بيساله هيتسال في الفصل ولا ما يتسالش، هو بيجبر على الاسئله ولازم يجاوب. ما حدش بيساله يعمل الواجب ولا ما يعملوش، ما فيش اوبشن اصلا هو ما يعملش الواجب الا من رحم ربي يعني. بس الفكره بشكل كبير هو كل حاجه بتبقى ملزمه في الدراسه، فهو طالع عايز يحس بده. بالاضافه لان احنا هنبني مهاراتهم امتى، لو هو كل حاجه بيتجبر عليها امتى هيبقى بيختار. فمحتاج ان هو يبقى بيختار عشان احمله معايا المسؤوليه من ناحيه، ومن ناحيه تانية اعلمه انه يختار على سكيل صغير، فيبقى حر في قراراته، وابتدي ان انا اكبر بالقرارات دي شويه شويه. تمام. وفي النص كده هنتكلم برضو هل ده معناه ان انا هسيبه خالص يعمل اللي هو عايزه واليوم كله يمر كده من غير ما يعمل حاجه؟ لا، هنتكلم، بس الاول نصلح العلاقه، لانه عمرك ما هتتقبلي مني كلمه غير لما يبقى علاقتنا ببعض تسمح بده. وفكري كده حتى مدرسينا مثلا، ليه كنتي بتحبي مدرس عن مدرس او مدرسه عن مدرسه؟ عشان طريقه او طريقتهم معاكي او اسلوبهم، ممكن تكون مش احسن مدرسه، مش ممكن تكون مش احسن شرح، بس هي كانت اسلوبها حلو فانت تقدري تتقبلي منها الماده. بغض النظر بقى هي كانت بتشرح حلو ولا وحش، احنا مش هنفتكر ده قد ما هنفتكر ممكن اسلوبنا معاه. فانا مدرسيني انا فاكراهم لغايه دلوقتي، من وانا في حضانه، من وانا في ابتدائي انا فاكره مدرسين لغايه دلوقتي، عشان في منهم كان اسلوبهم حلو معايا وانا متقبله منهم اي حاجه. والعكس صحيح، في مدرسين كان شرحهم حلو جدا بس شداد قوي او اسلوبهم يعني فيه غلظه كده، فانا ما كنتش بحب الاسلوب ده، ما كانش بيناسبني خالص. عارفه ان هو همه عليا وعارفه ان هو فارق معايا مصلحتي، بس في نفس الوقت مش دي الطريقه اللي هتخليني احس ان هو خايف على مصلحتي. وكذلك ولادنا برضو. تمام. طيب قولوا لي كده لحد هنا كده في اي حاجه لمستكم؟ احنا ما اتكلمناش كتير، يعني احنا اتكلمنا بس على النقطه بتاعه الفرق بين التعلم والتعليم، واتكلمنا كمان على النوايا بتاعتنا في الاجازه وايه الاغلاط اللي ممكن نعملها، واتكلمنا بعد كده على العلاقه بين الطفل وبيني، علشان اقدر ابني معاه خطه لازم او محتاجه اكون ببني معاه علاقه الاول قبل الخطه. فقولوا لي ايه اللي لمسكوا لغايه دلوقتي في النقطه دي. اوكي، كانت حنان وايمان كاتبين ما شفتش، معلش، ان هي اني اصلح من نفسي واركز في يومي وما اظلمش نفسي بالمثاليه، وبالتالي اظلم بناتي بيها، اكون ام مستقره نفسيا ومتوازنه. حلوه قوي يا حنان، ما شاء الله. طيب ايمان بتقول كل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه يا رب. نفسي اخليها تركز في اللي بيطلب منها عشان التشتت عندنا عالي. وكمان نحدد اهداف وخطه لان اللعب مسيطر على جزء كبير. اوكي. هبه بتقول نفسي بجد ابطل اكون عصبيه وابقى هاديه ومستقره نفسيا عشان ما اذيش ولادي او يبقوا اسوياء، ونفسي بقى كمان اعرف ازاي اخليهم يقللوا من مسك الموبايل ويركزوا في المفيد اكتر لانهم بيشغلوا. اوكي، بس انا كنت بس طلبي انه الجزء اللي فات في حد لمسوا اي حاجه من الجزء اللي فات. اهلا اهلا، ازيك يا نسوم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب لغايه ما تكتبوا كده خليني اكمل علشان ما ناخدش وقت.
فاحنا دلوقتي هنتكلم في الاغلاط اللي احنا بنعملها او الاخطاء اللي احنا بنعملها، لانه غالبا لما بيكون احنا بنعمل الاخطاء دي، في المقابل بيكون رد فعل من الولاد. ما هو مش طبيعي ان هم يبقى فيه فعل وما فيش رد فعل. حتى رد الفعل ده ممكن يبقى بعدم تركيز، على فكرة بالتشتت احيانا كتير قوي من كتر الاوامر. ده بيأثر على الولاد وبيخليهم مشتتين جدا او حاسين بالخوف مثلا من كتر الاوامر او من كتر الخوف انه يغلط او كده، فبيبقى بالتالي هو مشتت وحاسس انه مش عارف يعمل ايه. فمن كتر الخوف او المشاعر اللي ممكن تكون سيئة بالنسبة له او سلبية بالنسبة له، هو مش عارف يعمل ايه او مش عارف ان هو يتعامل بشكل او باخر. تمام. تمام يا نسيم، احنا هنكمل دلوقتي يعني، وان شاء الله تبقي تسمعي الباقي مسجل. طيب اوكي، عائشة كتبت حلو قوي، بناء علاقة كويسة بيني وبين الاولاد، الخطوة دي فعلا اهم خطوة في التربية. شكرا يا عائشة. اشوف الشيء المناسب ليه لتجديد علاقتنا، حلو قوي يا رزين ما شاء الله. وسام، لما اساله انت عايز تعمل ايه النهارده، اغلب الاجابات هتكون عايز اخرج العب، عايز العب على الموبايل مع اصحابي. لو قال حاجه انا مش مستعده ان اعمل حاجه معينه من اللي قالها، اعمل ايه؟ طيب احنا مش هناخد اسئله دلوقتي، هستاذنكم خلينا نمشي خطوه بخطوه. خلي اسئلتكم في الاخر عشان انا ما اتشتتش وعشان اقدر اركز معاكم اكتر. فخلي اسئلتكم عشان في حاجات كتير انا مجاوباها في النص، فلو ما جاوبتش يبقوا اسالوني في الاخر، هسيب وقت للاسئله يعني. لمياء بتقول التعلم وانهم يختاروا ما يكونوش مجبرين، حلو جدا. تعودهم على فكرة التعلم الذاتي، دي أميرة، حلو جدا. أنا بخير يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. طيب حد كتب حاجة وأنا ما قريتهاش؟ اوكي، الجزء اللي لمسني ان احنا نبقى عندنا علاقة انا وهي، وقت نقضيه مع بعض، لان هي فعلا ساعات ما بترضاش تقعد معايا او بتشارك معايا في حاجات قليلة قوي. بتبقى هي عايزه العاب، بتبقى هي عايزه تلعبها وانا ما بعرفش، ما بعرفش عنها حاجه لانها بتبقى كلها على الموبايل. اوكي. آم، طيب آية بتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الصيف ده بإذن الله ناوي أحسن من نفسي الأول وعلاقتي مع بناتي، لأني أهلكت من كتر التوتر والعصبية والانفعال، وطبعا رحلتنا في التعلم مستمرة بإذن الله. حلوة جدا. الفترة دي بحس بحاول. اوكي، خليني اقول ان ده حلو. حلو كمان النية دي، فكرة النية ان انا اصلح من نفسي واصلح من علاقتي باولادي. فممكن تبقى الصيف ده كله انا بس بصلح بعلاقتي باولادي، مش عايزة اعلمهم اي حاجة جديدة، خصوصا لو التعلم ده هيزيد التوتر ما بيننا وهيزيد العلاقة سيئة، تبقى سيئة ما بيننا. تمام. تعالوا نروح للاخطاء اللي ممكن نعملها في الاجازة الصيفية. خلاص. بدل اللوم هنبتدي ان احنا يعني نقترح كده شوية حاجات تخلينا نركز اكتر ايه اللي ممكن يبوظ الخطة بتاعتنا او يخليها ما تمشيش زي ما احنا حابينها يعني. طيب نبدأ الاجازة من غير نية او هدف. يعني مثلا عايزين نرتاح بس احنا مش حاطين هدف لده، فبالتالي هيكون البديل زي ما احنا قلنا في الاول خالص على فكرة النيوروبلاستيسيتي والمرونة العصبية والطرق الممهدة. فلو محدش سمع الجزء ده يبقى اسمعه من الاول. ففكرة انه انا هروح للحاجة اللي انا عارفاها، اللي هي الموبايل، اللي هي التلفزيون، اللي هي الحاجة السهلة بالنسبة لي اللي هقدر اوصلها ببساطة يعني. تمام. فمحتاجة ان انا اسأل نفسي في الصيف ده هيكون فيه ايه بالظبط. هيكون فيه تعلم مهارة، هيكون في راحة زي ما انا قلت لكم في اجازة نص السنة انا خدت الموضوع راحة. هيكون في تقرب الى الله زي ما يسرا قالت لنا مثلا في الاول. هيكون في ترابط زي ما كانت لسه آية بتقول، وفكرة ان هي يعني تشتغل مع الولاد وان هي تحسن علاقتها بيهم، وزي ما حنان كمان قالت. فالفكرة في انه انا عايزة ايه. فانا بالنسبة لي انا كده حددت الهدف، فابتدي ان انا اشتغل عليه. لو انا ماشية كده من غير هدف ومن غير نية، مش ما عنديش بوصلة، فانا هتوه في النص والاقي نفسي خلاص ماشيه مع اللي ماشيين. اشوف فلانه بتعمل حاجه هروح عامله زيها، اشوف علانه بتعمل حاجه هروح عامله زيها، اشوف كورس سعره مناسب بالنسبه لي او كده. في صوت قران جنبي، ثواني هوطي الراديو. شكرا يا رزان انك قلتي لي ثواني هوطي الراديو يا شهد. بعتذر جدا جدا، يا رب كده يكون الصوت افضل. انا قفلته. طيب
فنرجع لمرجوعنا، انه فكره لو انا مش ماشيه بخطه معينه اي حد هيقول لي اي حاجه انا هروح معاه. وبالاضافه لان انا كمان ممكن يعني ابقى لو انا شفت ايه بتعمل حاجه لاولادها فانا هعمل زيهم، بغض النظر ابني او بنتي حابين يعملوا ده ولا لا، فهعمل زيهم وخلاص. ومن غير ما اساله، فبالتالي انا بضغط عليه، وبعد شويه لو عند معايا هحس انه علاقتنا هتتوتر اكتر. ما انت ما بتسمعش كلامي، وانت ليه مش بتعمل كده؟ واحس الموضوع ممكن ساعات يصب عندي انه انا مش عارفه اتعامل، او انا ام فاشله، او الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا على طول ده. فالفكره في اول حاجه هنبداها ان احنا يكون عندنا نيه او هدف من الاجازه، زي ما احنا كده عملنا في الاول. خلاص. تاني نقطه، الاعتماد الكلي على الشاشات والاجهزه. مفيش اختيارات، مفيش ساعات محددة للشاشات، ففكرة ان احنا بنبقى سايبينهم على الشاشة، بس في نفس الوقت مفيش اي حاجة بنعملها او مفيش بدايل، فبالتالي هو اول حاجة يعملها يروح للشاشة. هل انتي وفرتي له بديل؟ لا. طيب ما هو هيزهق، هيعمل ايه؟ فهو محتاج يبقى عنده بدايل تانية، يبقى عايز يشوف حاجة تانية، بيعمل حاجة تانية جديدة، بيحب يعمل حاجة تانية علشان يطلع من الحتة دي. خلاص. والحاجة التانية دي محتاجة تكون ممتعة. ما برضو خلينا برضو يعني نحط نفسنا مكانهم. حاجات كلها ألوان، وحاجات كلها مبهجة، وحاجات كلها فيها أكشن، وحد بيرد عليهم، وحد بيلعب معاهم وكده. ف فهو مش زهقان، هو عمره ما هيبقى زهقان. وكمان هي الحاجة كمان فيها نوع من انواع التحفيز جامد جدا. احنا كنت بدرس حاجة اسمها جيميفيكيشن، او نظام الجيميفيكيشن يعني في الالعاب. فكان بيتكلم معانا انه من كتر الحاجات الجذابة اللي في الالعاب بتشدهم جدا. ممكن تكون الالعاب على فكرة فيها معنى، زي مثلا فكرة انه انت هتطلع حد كان مظلوم مثلا من السجن، فانا حاسس ان انا بعمل حاجه قويه، فانا حاسس ان انا بطل في اللعبه، فهي بتشبع عنده حته. هل الحته دي انت قادره تلبيها له بقى في الطبيعه، في الحقيقه؟ بتعيشه مغامره. هو مثلا ما بيعيش مغامره معينه، هل مثلا انت بتلبي له ده في الطبيعه، في ارض الواقع؟ بتخليه يبقى بياخد حاجات، او بيكسب حاجات، او زي مثلا بياخد كوينز مثلا، او بياخد جواهر او كده، طول ما هو ماشي بيجمع حاجات. هل هو بيعيش ده في الحقيقة؟ وعلى الحتة دي احنا ممكن نعمله على ارض الواقع ازاي؟ يعني مثلا موضوع المغامرات ده، ان هو يعيش مغامرة، يروح مثلا حاجة زي الملاهي، يروح حاجة زي الكشافة، فهو بيعيش مغامرة، فهو بيعيش على ارض الواقع، فبيعيش الاجواء بتاعة اللعبة الى حد ما، فبتخرجه بره اللعبة. مثلا لو هو بيحب يجمع حاجات او كده، فممكن اقول له انه كل حاجة تعملها مثلا اتفقنا عليها او كده، فانت ممكن تدي لنفسك بوينت او حاجة، فيبقى هو اللي بيدي لنفسه، بيقيم نفسه، فانت تدي لنفسك كام النهارده من 10، تجمع النهارده كام كوين مثلا، واكن معاه كوينز ممكن نقطع كوينز كده، وهو اللي يبقى بيحطها لنفسه، وانتي مالكيش دعوه بالقصه دي عشان ما تبقاش ندخل في حته المكافاه. وفي الاخر هو يكافئ نفسه بيها، او يكافئ نفسه بحاجه. تمام. فممكن يعني نحول الالعاب دي، ممكن حتى لو انتوا حابين نبقى مره نطلع نتكلم، او اطلع انا يعني اتكلم معاكم في الحته دي، ازاي ممكن نحول تجربه الالعاب او تجربه التحفيز ده على ارض الواقع، بحيث الطفل يبقى حاسس انه مشبع، وحاسس انه متحفز طول الوقت بالطرق اللي ممكن نعملها معاه. خلاص. طيب النقطه الثالثه هي محاوله تطبيق جدول صارم. فانا اليوم بقى يعني ما شاء الله 48 ساعه مش 24 ساعه، فانا لسه في حته هنا محتاجه احشر فيها حاجه، لسه في ربع ساعه ما عملناش فيها حاجه محتاجين نعملها. من الساعه 8 ل 9 هنعمل كذا، من الساعه 9 ل 10 هنعمل كذا، جدول زي جدول المدرسه بالظبط. فاللي هو مفيش اي نوع من انواع المرونه في الجدول، فانا حاسه ان انا مخنوقه. انا كطفل يعني حاسه ان انا مخنوقه. فالفكرة في انه انا محتاجة ادي مساحة من الانشطة، وفي نفس الوقت اسيب له مساحة من الملل، لانه الملل ده حاجة مهمة برضو. فكرة العضلة كنا مرة اتكلمنا على ده، وكنت كاتبة بوست عن ده، فلو حابين تشوفوه اكتبوا لي عشان احطه لكم. كنا كتبنا بوست على موضوع عضلة الملل او عضلة الاحباط. تمام. فقد ايه قد ايه مهم قوي ان انا اسيب للطفل عضله الاحباط دي تنمو.
فكرة ان هو يبقى عنده وقت فراغ فيبتدي يشغله هو بالطريقة اللي تناسبه، يفكر في طرق تساعده ان هو يشغل وقت فراغه. ما بقاش انا طول الوقت قاعدة بعمل له كل حاجة، انا مش ساحرة. وكل ما يكبر كل ما هو مستوى الدوبامين عنده هيبقى محتاج جرعة ازيد، فانا مش هقدر البي ده. خصوصا بقى لما يبقوا اكبر شوية ومثلا ولاد ويبقى عندهم بقى روح المغامرة وكده، انا ما فياش النفس ده، انا مش قادرة اعمل معاهم ده. ولا شخصيتي مثلا، انا مش شخصيتي شخصية مغامرة او بحب المغامرات او حاجة من هذا القبيل. فاللي عايزه اقوله انه مهم قوي انه في اليوم يبقى فيه وقت فراغ ويبقى بعيد عن الموبايل. فالموبايل هيبقى متحدد له وقت محدد زيه زي الدراسه، بس ممكن ازود شويه. وليكن في الدراسه انا بديهم ساعه، دلوقتي ممكن اديهم ساعه ونص، احيانا ممكن تبقى ساعتين، او ممكن مثلا ساعه ونقعد نتفرج على حاجه مع بعض، مثلا تبقى حاجه يعني ترفيهيه بس مفيده، او ترفيهيه بس ما فيهاش حاجه مخله. نقعد نتفرج مع بعض كده على حاجة ونعمل ريفليكشن عليها ونتكلم عليها ونتناقش حواليها، فيبقى وقت عائلي ظريف بنتكلم فيه وبنفتح مجالات مع بعض نتكلم فيها. فمهم ان احنا في وسط اليوم ما نبقاش حاشرين كل حاجة كده، لا سيبه بس يعني مساحة من الوقت. خلاص، دي نقطة. طيب النقطة اللي بعد كده، الضغط على الطفل ان هو يتعلم حاجة هو مش حاببها. تمام، فلازم تخلص كورس الانجليش، لازم تتعلم سباحة لانها مفيدة. فهل جربتي مرة تقولي له نفسك تتعلم ايه؟ هل جربتي مرة انك تخيريه بين حاجتين؟ هل جربتي مرة ان احنا تعالى ننزل في الرياضة دي نشوف الرياضات ايه، الرياضة اللي انت حابب تعملها؟ الهدف ان انا اعلمه رياضة او ان انا اخليه يلعب رياضة او يحرك جسمه، بغض النظر بقى هينزل. يعني انا بنتي مؤخرا مثلا قالت لي لا انا هنزل الجيم، مش عايزة العب رياضة، خلاص هي حرة مفيش مشكله، المهم انها بتحرك جسمها. الهدف ايه؟ هل الهدف ان هي تروح تلعب لازم رياضه معينه، ولا الهدف انها تحرك جسمها؟ تحرك جسمها ممكن تعمله باي طريقه، ممكن تفتح تلفزيون وتعمل تمارين مثلا معينه. فالفكره في انه هدفك ايه، هل بتساليه ولا مش بتساليه، هل بتجبريه على الحاجه اللي انت شايفه من وجهه نظرك انها مفيده. وما بقولش انها مش مفيده، بس هو مش مستعد دلوقتي. كان عندنا في المنصوري حاجه اسمها الفتره الحساسه. الفترة الحساسة دي هي فترة الطفل بيبقى عايز يتعلم فيها الحاجة دي، فبيتعلمها بسرعة جدا. كام حد فينا بقى حابب يتعلم بعد المدرسة مش قبلها؟ قولوا لي كده في التعليقات، كام حد بقى بيحب يتعلم وما كانش بيحب يتعلم قبل كده، ما كانش بيحب يدرس قبل كده؟ قولوا لي مين فيكم بيحب ده، وهقول لكم ليه. لان اللي احنا بنعمله ده تعلم مش تعليم، هي مش حاجه مجبره علينا، حاجه انت رايحه لها بنفسك، حاجه حابه تتعلميها فبتتعلميها في وقت اقصر. في حاجات انا بتعلمها دلوقتي كنت باخدها في المدرسه وكنت باخدها في الكليه، بس انا دلوقتي بتعلمها اسرع بكتير. اللي انا كنت باخده في سنه وما اتعلمتوش 100% او ما اتعلمتوش حتى 50%، انا دلوقتي بتعلمه ممكن في اقل، ممكن في شهرين او 3، بس انا حابه، فبالتالي بضغط نفسي وانا مبسوطه. او حتى لو مش مبسوطه انا يعني ممتنه لده. تمام، ما عشان اكيد برضو الالم، في الم في الموضوع، الم ان انا بسيب حاجه تانية ترفيهيه او كده، بس الفكره ان انا ببقى مركزه في الموضوع وعايزه اعمله. فالفتره الحساسه لما بتمر يعني لما بيمر بيها اولادنا بيبقى عندهم شغف كبير قوي. تمام، مع اعتراضي على كلمه شغف هبقى اقول لكم ليه بعدين. بقى عندهم حماس كبير قوي ان هم يعملوا ده. تمام، ليه شغف كلمة مش دايما بحبها؟ لانه عندنا قناعة كده ان الشغف ده هو انا ما عنديش شغف فهسيب الحاجة. لا، هو الشغف بس الحاجة اللي بتفتح لنا الطريق، بس بعد كده اللي بيفتح لنا الطريق المسؤولية، الالتزام، الانضباط الذاتي، كلها مهارات. المهارات دي لو مش موجودة مش هقدر استمر، لانه الشغف في الاول وفي الاخر هو شعور، هو نوع من انواع الشعور. فالشعور بيجي وبيروح. مين بيبقى شغوف طول اليوم حتى لو حاجة بيحبها؟ مين بيبقى بيحب حاجة ويفضل طول حياته يعيش بيها؟ مثلا بحب أكلة معينة، هل أقدر أكلها كل يوم؟ أنا بحب أعمل حاجة معينة، هل هقدر أعملها كل يوم؟ لا. في النص أكيد بتحسي بملل، أكيد بتحسي إن أنتي مش مبسوطة، أكيد بتحسي بفترات تبقي عندك فتور جامد جدا ومش عايزة تكملي، وهكذا. فيجي بقى حاجات تانية تخص بقى المهارات التانية هي اللي بتساعدنا نكمل. تمام، فدي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نسيان الراحة النفسية للطفل. فكتير قوي بنهمل فكرة ان احنا نخلي بالنا من شعوره، من افكاره.
كتير بنبقى عايزين نتعلم حاجة معينة، بس بيبقى عندنا فكرة معينة او شعور معين بيخلينا مش قادرين نستقبل المعلومة من الشخص اللي قدامنا، او مش قادرين نستقبل معلومة خالص. يعني انا لو حاسة ان انا مضغوطة او حاسة ان انا متوترة، عمري ما هقدر اتعلم، او خايفة عمري ما هقدر اتعلم. كذلك برضو الولاد، راحتهم النفسية اخبارها ايه؟ هما مرتاحين نفسيا ولا مش مرتاحين نفسيا؟ كنت محتاج تعمل ايه النهاردة، ومحتاج تاخد بالك من ايه؟ ايه الشعور اللي انت حاسه النهارده؟ ايه الفكره اللي عندك النهارده؟ محتاجه ان انا اعلمه ده، وقبل ما اعلمه ده اعلم انا نفسي الحته دي. لانه كتير كتير لما بنكون لما بنكون حاسين زي ما قلت لكم بشعور مش افضل حاجه، ما بنقدرش نستقبل اي معلومه، خلاص دماغنا بتقفل فعليا. فراحته النفسيه اخبارها ايه، وهو حاسس بايه. وكمان شويه هنتكلم في قعده المصارحه على الموضوع ده. تمام. النقطة اللي بعدها، الأم تنسى نفسها، ودي حاجة كتير بنعملها. فالأم بتنسى نفسها، تنسى وقت راحتها، تنسى ان هي بتبقى منهكة في وقت الأجازة، الولاد معاها على طول، بيبقى مجهود عليها إضافي. ممكن تكون ما بتنزلش تمارين وقت الدراسة، فدلوقتي بتنزل تمارين، والجو مثلا حر فهي بتتعب من الحر. ان هي بتبقى محتاجة، قاعدين بقى فاضيين، فكل شوية دي وجبة كذا، دي وجبة كذا، دي كل شوية عمالة ما بتطلعش من المطبخ تقريبا. فانها تبقى منهكه وبتنسى تاخد لنفسها الوقت الخاص، خصوصا لو الولاد قاعدين معاها ما بينزلوش مكان او كده. فبالتالي ال10 دقايق اللي كانت بتاخدهم وقت ما كانوا بينزلوا المدرسه ما عادتش بتاخدهم، ده لو هي كانت مستمره عليهم اوريدي. يعني لو هي مش مستمره عليهم، فالتانك بتاعها اوريدي اصلا فاضي، وعماله ماشيه والتانك البنزين بتاعها فاضي. فايه اللي هيحصل؟ هتبقى لا عندها وقت تقعد تسال الطفل على حاجه، ولا قادره اصلا تتكلم، ولا قادره تتناقش. هي ما عندهاش جهد ولا طاقه انها تعمل ده. فالفكرة زي ما انت بتديهم الوقت، انت محتاجة تاخدي وقت كمان. ليه؟ علشان تقدري تعملي معاهم الحاجات اللي محتاجة تعمليها. طيب دي كانت النقطة السادسة. النقطة اللي بعد كده، كل حاجة بتتعاملي معاها بشكل عشوائي او على حسب مزاجك. فتعالى نصحى النهاردة نشوف هنعمل ايه. مفيش خطة زي ما قلنا كده، مفيش لوحة متعلقة كده فيها الافكار بتاعتنا، مفيش نية واضحة، مفيش هدف واضح. فانا بصحى النهارده اللي هو يلا يا حبايبي نعمل كذا، الا لو انا مقرره اصلا انه انا هاخد الفتره دي فتره مرونه. يعني نيتي انه في مرونه كده علشان الولاد يطلعوا من جو الامتحانات وكده، فانا ماشيه معاهم من الفتره دي بالشكل ده. يعني انا كآية انا مقرره ان الفتره دي فيها مرونه، انا سايباهم براحتهم في حاجات كتير قوي بتغاضى عنها، وكمان مش مديهم مثلا اوقات محدده، مش مشتركين في اي حاجه دلوقتي. احنا هنشترك بقى بعد رمضان، بعد رمضان، بعد العيد. تمام. فان شاء الله بعد العيد هنبتدي بقى الجدول باذن الله بتاعنا. وبالمناسبه دي في برنامج انا عاملاه اسمه صفنا فيه خير، هشارك فيه معاكم ايه الحاجات اللي انا هعملها مع الولاد بشكل حي. يعني هطلع 3 ايام في الاسبوع كده، سواء فيديو او لايف، وهشارك معاكم، بس ده باشتراك، يعني باشتراك رمزي. فاللي عايز بيكتب صفنا فيه خير، لان اوريدي ما شاء الله في ناس حجزت، وانا مش هاخد عدد كبير عشان اقدر اركز معاهم. وهشارككم ايه الحاجات اللي انا يعني هعملها مع الولاد. احيانا ببقى شايفه حاجه عليهم مثلا محتاجه اشتغل عليها، حاجات في السلوكيات بسيطه، هبقى بشارك ده معاكم على جروب مغلق، لاني مش بحب اشارك ده على الصفحه، وهيبقى عدد محدد، وهبقى بستأذنهم الاول. فاحيانا هم هيشاركوني في حاجات. فان شاء الله هنعمل ده باذن الله بعد العيد باذن الله هنبتدي. فاللي عايزه اقوله لكم ان انا دلوقتي مقرره هدفي الفتره دي انها فتره هدنه بعد استراحه محارب كده. فهم بعد ما خلصوا الامتحانات وفتره الاجازه دي وفتره الدراسه، هنبتدي فتره الاجازه بس بهدنه الاول، فيفصلوا تماما، يبقوا براحتهم. بعد العيد ان شاء الله نبتدي بقى الجدول بتاعنا. خلاص. ده كده بالنسبه للنقطه السابعه. النقطه الثامنه، مفيش انشطه جماعيه يعني جوه البيت. يعني ما فيش مثلا وقت بنقعد فيه مع بعض، لا، كل واحد لوحده، او كل واحد في اوضته، كل واحد على موبايله، كل واحد قاعد في مساحته الخاصه. ما فيش وقت بيشركنا مع بعض، ما فيش احساس ان احنا كفريق واحد بنتعامل سوا، نطبخ سوا، بنعمل لعبه جماعيه سوا. وعشان كده زي ما قلت لكم هيبقى في العاب في المصادر، فاكتبوا مصادر عشان لو حد عايزها نبقى ننزلها لكم كمان، عشان ما حدش ينسى. بس انا هنزلها بعد ما نخلص على طول في بوست منفصل. ففي انشطه، عشان انا عارفه ان ساعات دماغنا بتبقى عطلانه، انا مش عارفه افكر في لعبه معينه، او في دماغي انه انا طول الوقت لازم اطلع اجري ورا ولادي. لا، في العاب ممكن اعملها وتبقى واحنا قاعدين، العاب ترجعنا لالعاب زمان مثلا،
فنبقى بنتبسط مع اولادنا واحنا كمان بنحس بالحنين وذكرياتنا احنا، فممكن نعملها مع بعض. طيب النقطة اللي بعدها انه فكرة ايه الاجازة بقى مش وقت الايه الالتزام التربوي، او بلاش بقى، ما هم مش ناقصين، مش هيتعلموا مهارات ولا هيتعلموا مثلا هيتعلموا حاجة مثلا روحانية، مثلا حاجة زي القرآن او علوم شرعية او كده، لا يعني سيبوهم براحتهم كده. يعني دايما الانشطة بتبقى بس ترفيهية، مفيش اي حاجة يتعلموها. الحقيقة انه مهم قوي نعلم الولاد ان القرآن والعلوم الشرعية والاذكار مثلا والحاجات دي كلها ما فيهاش اجازة. دي ما فيهاش اجازة، هي الصيف شتاء شغالة معانا طول السنة، لازم تبقى شغالة معانا عشان ربنا يحفظنا، ولو بأقل القليل ان شاء الله. حتى تبقى بتقرا وردك اقل القليل، يعني وردك في اليوم حتى لو آية بس تبقى ملتزم بيه، قليل دائم خير من كثير منقطع. فكتير بنخلي الولاد يحسوا انه دي حاجه بالنسبه لهم اللي هم زيها زي الدراسه، احنا بناخد منها اجازه. لا، هو في حاجات بتبقى مستمره معانا، يعني احنا انا كآية في جدولنا في حاجات مستمره معانا، منها مثلا القرآن. صيف شتاء ما ينفعش نوقفه، حتى فتره الامتحانات على الاقل. لو مش هنقدر نروح مثلا، لو بنروح 3 ايام الظهر بنروح مثلا يوم واحد بس، ما ينفعش ننقطع خالص عن القرآن، عشان ده اللي هيبارك لنا في يومنا وده اللي هيبارك لنا في حياتنا وهكذا. وده اساس الدنيا اصلا. ما ينفعش نعلمهم انه الدراسه اهم من القران. احنا ما بنقولش ده ضمنيا او ما بنقولش ده صريحه، بس هما بيتفهم ضمنيا، بيتفهم من ان احنا بنعمل ده معاه. تمام. فعندك امتحانات يا حبيبي، مفيش مشكله، خلاص بلاش تحفظ. لا، على الاقل حتى ساعات كنت بوديهم الدور مش حافظين، مش مشكله، روحوا احفظوا هناك، واتكلم مع المعلمه بتاعتهم او الشيخ بتاعهم انه محتاجين ان هم يحفظوا عشان هم بس مضغوطين، فمعلش يعني فوت لهم الحته دي. المهم ان انا هدفي ايه؟ ان هم يرتبطوا بالقران وان هو يبقى في حياتهم، بغض النظر بقى حفظه قد ايه، الكم قد ايه، مش مهمه خالص خالص. انا هدفي ايه ونيتي ايه من الموضوع ده. تمام. طيب النقطة الأخيرة بقى فكرة التوثيق. من ضمن الحاجات اللي احنا مش بنعملها فكرة ان احنا نوثق اللحظات دي بشكل او بآخر. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها الأجازة اللي فاتت يعني وعجبتني قوي، حاجة اسمها الجورنال يعني. وكنا بنجمع مثلا رحنا اي مكان تذكرة او كده كنا بنجمعها، كان في مكان الريسيت مثلا ناخده ونحطه ونكتب مثلا اليوم ده عملنا فيه ايه، قادرين نحط صورة نحط صورة، فنبقى احنا حسينا بالانجازات بتاعتنا. فكرة التوثيق الانجازات حتى لو هو هيعمل ده لوحده، يعني ممكن نبقى بنعمل دفتر عائلي، وممكن نبقى بنعمل الموضوع بشكل فردي، كل واحد يكتب الانجازات بتاعته بشكل فردي. فدي برضو حاجة من الحاجات ان هو يبقى شايف انجازاته فحاسس انه عمل حاجة، فده يساعده ان هو يبقى بيحفزه ان هو يعمل تاني. الانجاز من الحاجات اللي بتخلي جوانا مشاعر ايجابية، فالمشاعر الايجابية دي نبقى عايزين نكررها فننجز، فنبقى ماشيين في الدايرة دي، اللي هو انا بنجز فبحس بمشاعر حلوة، فبحس بتقديري لذاتي، فبحس ان انا افضل، وهكذا بقى عمالة بمشي في الدايرة دي فانجز تاني وهكذا. واحنا كمان يعني من ضمن الحاجات اللي انا يعني بشتغل عليها في فكره التقدير الذاتي يعني مع الجميلات اللي انا بتعامل معاهم، فكره ان مهم قوي ان يبقى في يومك حاجه ليكي انت بتعمليها، حاجه تحسي بالانجاز فيها ولو بسيطه ايا كانت الحاجه دي ايه. فمهم الحته دي. تمام. فتعالوا كده نتكلم على الاخطاء اللي ممكن نكون بنعملها، فكره عدم التوثيق او الانجازات، او ان احنا مش بنكتب انجازاتنا. الحاجة اللي فيها مهارة او الحاجة التعليمية او الحاجة اللي فيها الحاجة الدينية يعني منسية، او مش لازم مثلا في ظل الاجازة او في ظل مثلا امتحانات معينة او كده. النقطة اللي بعدها ان مفيش انشطة جماعية جوه البيت، كل حاجة عشوائية وحسب مزاجنا. الام بتنسى نفسها، مفيش وقت لنفسها، نسيان الراحة النفسية للطفل. والنقطة اللي بعدها الضغط على الطفل عشان يتعلم حاجة جديدة هو مش حاببها. فكرة ان انا ابقى ماشية بجدول صارم وابقى عايزة احشي كل حاجة في اليوم عشان يعمل كل حاجة في خلال اليوم انا عايزاها وشايفة ان هي مهمة. فابقى اطلع من المدرسة ادخل على الاجازة بنفس الشكل، الاعتماد الكلي على الاجهزة او الشاشات. واخر حاجة او اول حاجة نبدأ الاجازة بنية او هدف. تمام. بننسى نعمل النقطة دي. فقولوا لي ايه اكتر حاجة انتوا حاسين انها بالنسبة لكم يعني شايفين ان هي ممكن تكون اكبر خطأ انتوا بتعملوه. اوكي.
رضوى بتقول انا محتاجه اخد وقت. حلو قوي. طيب عشان خاطري بلاش اسئله دلوقتي عشان ما تشتتونيش، عشان اقدر اقرا اللي انتوا عايزين تكتبوه. ماشي. اللي بس عايز بوست معين يكتب اسمه، لان احنا مش هنفتكر طبعا. فاكتبوا البوست اللي انا اسمه ايه يعني، عشان الناس تحطه لكم في التعليقات يعني. بحب اتفرج على كرتون انا والبنات وقت الفصلان سوا. حلو قوي يا يسرا. اوكي. الاسئله في الاخر. طيب الاسئله في الاخر. الشاشات اوكي يا مروه، حلو قوي. برضو الاسئله في الاخر. برضو اسئله. بلاش اسئله دلوقتي عشان اعرف اركز معاكم، ما تشتتونيش، انا شخص مشتت بطبعه اصلا. اوكي. اوكي احنا لسه احنا لسه في الحضانه، ما وصلناش المرحله دي، بس انا بسمع عشان عارفه اني هستفاد حتى لو بعد كده مش دلوقتي. اي حاجه يا تسلمي يا دعاء، ربنا يخليك. اوكي. مش عايزه الاجازه تضيع مننا. اوكي. احنا لسه ما قلناش يا سلمى هنبتدي منين. اوكي. راحتي انا اكبر حاجه. بعدها بدائل الشاشات الممتعه. حلوه قوي يا اميره ما شاء الله. منى الشاشات حلو. مم، اوكي. توثيق الحاجات اللي احنا بنعملها. حلوه قوي يا رضا. تمام تمام. طب شاركينا يا سماح، ايه اللي نور في دماغك؟ عدم تخيير الطفل، وعدم الاستمرار على الخطة، وعدم الراحة للأم. حلوة قوي. أنا أم حموزة، مش عارفة اسمك ايه اوكي. تمام حلوة قوي. باقي الناس فين؟ اوكي. وسام حلوة قوي يا وسام. الاعتماد على الشاشات والتليفون مش دايما بياخد وقت لنفسي. التعامل عشوائي بدون أهداف. حلو جدا. اليوم عشوائي. تمام دي حرية. حلوة قوي. اوكي حلو جدا. فاحنا كده عملنا ايه؟ تعالوا نراجع تاني. احنا في الاول خالص اتكلمنا على النية بتاعتنا وايه الغلط اللي ممكن نكون بنعمله، واتكلمنا بعد كده على التعلم والتعليم والفرق ما بينهم، واتكلمنا بعد كده على علاقة الام بطفلها، وانه ازاي هي اساس حاجات كتير قوي ممكن نقع بيها فيها يعني لو احنا مش بنعملها بشكل كويس. واتكلمنا على اكتر 10 اخطاء غالبا ما بنقع فيها في الاجازة. فخلصنا ال10 اخطاء دول. بعد كده هندخل في ايه؟ هندخل في حتة صعبة شوية بس هي مهمة. المصارحة. قول اللي جواك وانا هسمعك، وانا هسمعك بجد. تمام. مهم قوي ان احنا نقعد مع الطفل. زي ما قلت لكم كده، من الاخطاء اللي احنا بنعملها ما بنهتمش براحته النفسيه. فهو ممكن يكون الفتره اللي فاتت كان فيه ضغوط، ممكن الفتره اللي فاتت كان فيه يعني مشاحنات كده بسبب الاجازه، بسبب سوري الدراسه. اوكي. اوكي انتوا بتكتبوا الحاجات، مش هحاول اقراهم بعد ما اخلص. بسبب الدراسة، فاحنا العلاقة بينا مش ألطف حاجة، فاحنا طالعين من هنا داخلين على الأجازة، وممكن الأجازة كمان توقعنا في مشاكل وحوارات مع بعض. فاحنا محتاجين الأول نصفي كده ما بينا، ونعمل قعدة عرب علشان بعد كده نقدر نكمل ونشوف ايه اللي محتاجين نعمله بقى في الأجازة بعد كده. فقعدة المصارحة دي بتكون ازاي؟ وبالمناسبة في بوست برضو على قعدة المصارحة دي وأسئلة، والبوست تقريبا كان ست صور يعني، كان هو في سلايدز كده. فلو عايزين اكتبوا المصارحة. فقعدة المصارحة دي احنا محتاجين نكون قاعدين في مكان لطيف كده، الصوت هادي، مفيش مشاحنات. انا نفسيا قادرة اكون قاعدة اسمع من غير ما الوم حد. وهنقول دلوقتي القواعد الذهبيه. انا عندي استعداد اعمل ده، ماليه التانك بتاعي لدرجه ان انا هقعد اسمع ابني بيقول ايه. ممكن الاضاءه تكون يعني هاديه كده، ممكن لو بالليل نقعد على شموع او نولع نور بسيط كده، يعني حاجه تخلينا نبقى حابين نعمل ده. نبقى قاعدين في شكل دايره، مش قاعدين مثلا بشكل مستطيل او حاجه او متفرقين عن بعض. كل ما كانت القعده في شكل دايره ده بيقربنا من بعض. عارفين الطبليه بتاعت زمان؟ انا بحب قوي القعده دي. فانا والولاد لما بنقعد قعده زي دي بنقعد على الارض وبنقعد في شكل دايره. تمام. دي من اكتر القعدات اللي بتقرب بالمناسبه. ليه؟ لان مفيش حد فيها واخد يعني مش مثلا واخد الاهتمام او واخد السلطه يعني.
لو احنا مثلا قاعدين على ترابيزه مستطيله مثلا، فيبقى حد اللي قاعد على راس الترابيزه ده هو الكبير العيله. لكن الدايره الطبليه دي ما كانتش بتحسس انه يعني كلنا متساويين. فاهمين الفكره؟ بغض النظر عن ان كان في سيستايد زمان والقصه دي، بس هي فكره الحاجه المدوره بتحسسنا ان احنا كلنا سواسيه، كلنا زي بعض يعني. طبعا في احترام وكل حاجه برضه عشان محدش يفهمني غلط، بس في نفس الوقت احنا قاعدين مع بعض كلنا لينا راي ويحترم بغض النظر عن هنقول ايه. تمام؟ مادام بتقول الراي ده باحترام ومراعي الادب فيه. طيب دلوقتي جايين نقعد قعده من القلب، مش قعده حد غلطان او حد مش غلطان، ومش حد صح ومفيش حد غلط، كل واحد بيقول الحاجه اللي جواه. خلاص؟ فاحنا هنقعد مع بعض عشان نتكلم في ده. الفتره اللي فاتت كانت علينا صعبه، والفتره اللي فاتت كنا مضغوطين فيها، انا كنت متوتره وكنت بزعق كتير، ايا كان بقى اللي عايزه تقوليه. ف القواعد الذهبيه للقعده دي ايه هي؟ ممنوع المقاطعه، فمفيش حد هيقاطع، هنسمع للاخر. تمام؟ مش هنبرر، يعني ما ينفعش مثلا حد يكون بيقول لي مثلا من الولاد انتي اتعصبتي علينا قوي الفتره اللي فاتت وزعقت لنا ودي كانت حاجه ضايقتنا جدا او كده، ابتدي ان انا ابرر اصل انت كنت زعقت لي اصلا. لا، محتاجه اسمع واسكت. الحاجه الثالثه ان انا ما اخدش الموضوع بشكل شخصي، موضوع لا يخصني انا، هو متضايق من حاجه وبيحكيها. خلاص؟ واحنا هنا موجودين علشان نحل، فمحتاجه ان انا اركز اني ما اخدش الموضوع بشكل شخصي، انا عايزه احل وعايزه نبني علاقه كويسه وجسور من الثقه بيننا وبين ولادنا. طيب مفيش تأنيب او لوم او تجريح. تمام؟ من حق كل واحد يعبر، ممكن بصوته، ممكن يبتدي ان هو يرسم حاجه لو هو مثلا مش حابب ان هو يتكلم او كده، فممكن يرسم ويحكي لنا عن الرسمه دي ايه. الكلام نحاول على قد ما نقدر يبتدي بانا، يعني ما ابتديش اقول مثلا اصل انت يا وسام اللي عملتي كذا كذا، او انت يا يارا اللي عملتي كذا كذا. ده هيخلي يارا ووسام يبقى كل همهم ان هم يطلعوا من اللوم بتاعي ده، ان هم يطلعوا من فكره اكني بتهمهم. لكن انا لو قلت انا مثلا الفتره الاخيره كنت محتاجه هدوء في البيت اكتر، بغض النظر بقى عن ان انا الدنيا كانت مولعه حواليا عشان هما بيتخانقوا مع بعض، انا كنت محتاجه هدوء، انا محتاجه ايه، اركز على نفسي، على انا حسيت بايه، انا محتاجه ايه. دي اسمها الاي مسج، المهمه جدا جدا نعملها مع الولاد، ان احنا نبتدي بالاي مسج، ان انا اتكلم عن نفسي. فكل ما اتكلمت عن نفسي اللي قدامي مش هيقاوم، اللي قدامي مش هيحس ان انا بلومه او بتهمه بحاجه، هيبقى مركز على احتياجاتي، مش هيركز على انه طاقته بتروح على انه عايز يطلع من القصه دي. خلاص؟ ممكن بقى من الحاجات المساعده، ممكن مثلا احط كارت انا زعلان او متضايق لما، والطفل يكمل اكنه كارت كده او كانها عباره، وكلنا بنقول الجمله دي. كل واحد يقول انا زعلان او متضايق لما، او انا بزعل لما، ويحكي الحاجه، مش لما ماما تعمل لي كذا كذا، لما حد بيزعق لي، بغض النظر مين الحد ده. فممكن نعلمه كمان ازاي هو ممكن يقول، ولو هو غلط في النص ولقى نفسه ان هو بيقول عليكي او كده، انت تبقي عارفه انه الموضوع مش بشكل شخصي. خلاص؟ النقطه التانية، ممكن نعمل حاجه اسمها صندوق المصارحه، بيتحط فيه الورق اللي الطفل مش قادر يقوله بصوت عالي، وبغض النظر هو بيكتب فيه ايه، وما نبقاش عارفين الورق ده بتاع مين. لو عندك كذا طفل يعني، فكل واحد يكتب اللي هو عايزه او يرسم اللي هو عايزه مثلا، بس ما نبقاش عارفين ده بتاع مين، وانتي بقى تطلعيه وتبتدي ان انتي تقريه. حتى كمان ده واقعه ممكن يكون اخف عليكي شويه من ان انتي تسمعي الكلام ده بنفسك، فممكن يضايقك شويه. امثله للاسئله اللي ممكن تساعد: ايه اكتر حاجه زعلتك مني وما قدرتش تقولها مثلا؟ في حاجه حصلت حسستك ان انا مش شايفاك كويس؟ في مره كنت محتاجني وما لقيتنيش، او انا ما جيتش مثلا عملت لك اللي انت عايزه. لو ينفع تقولي حاجه ويعني وانا مش هزعل منها، تحب تقولي ايه؟ او ايه اللي بتتمنى اعمله اكتر او افضل اعمله لو انا كنت بعمله؟ فممكن يبقى سؤال كده، حتى يبقى ورق متقطع، ويبقى كل واحد بيسحب ورقة، او ورقة بتلف علينا كلنا، او كل واحد يسحب ورقة ويسألها للكل. فمثلا ايه اكتر حاجة زعلتك مني وما قدرتش تقولها؟ فكل واحد يجاوب، انا هجاوب، رؤى هجاوب، رحيم هيجاوب، وهكذا. فالفكرة في انه السؤال يبقى بيمر على الكل. تمام؟ دي كده بالنسبة للنقطة دي. طبعا احنا مش هنعلق، احنا مش هنبرر، احنا عارفين الموضوع مش بشكل شخصي، هنشكره على المشاركة بعد ما بيخلص، حتى لو قال ايه فانا هشكره
عشان دي بداية جسور ثقة ما بينا اللي تحسن العلاقة وتخلي حياتنا تكون افضل بعد كده ان شاء الله. تمام. فقولوا لي ال النقطة دي في حد عايز يقول لي حاجة فيها؟ طيب انا مش بحب فكرة السن، يعني انا مش بجاوب على موضوع السن ده. وليه؟ قولوا لي ليه. هقول لكم عشان علشان انا مؤمنة ان كل طفل ليه حاجة مختلفة. آه، فممكن يبقى طفل اصلا ما شاء الله عليه عنده 3 سنين بس هو بيتكلم كويس جدا، يبقى عنده مهارات كبيرة مش عند طفل عنده 7 و10 سنين. فانا مش بحب فكرة السن. فممكن تبقوا تكتبوا برضو ليه مش بتحبي السن. انا كاتبه بوست عن الموضوع ده عشان في حاجات كتيرة قوي بتكون ليها علاقة بموضوع قدرات الطفل نفسها، ملهاش علاقة بفكرة السن. فانا كآية مش بشوف موضوع السن ده. زي ما قلت لكم ممكن يبقى طفل كبير او طفل اول يعني، بس ما شاء الله عنده بنسبة كبيرة الموضوع ده. وفي حد تاني ما شاء الله يعني يبقى عنده 3 سنين وزي قلت لكم بيبقى كويس جدا وبيتكلم كويس جدا. ممكن يبقى طفل كبير مش عارف يعبر عن نفسه، ما اتعلمش، فملهاش علاقة. فانا عشان ما اظلمش حد قررت ان انا مش هعمل موضوع السن ده. هشوف الطفل عنده قابليه انه يعمل ده ولا لا. هنقعد والله نعمل القعده دي، نقعد نعملها بس ما ناخدش وقت طويل، وليكن هناخد مثلا 5 دقايق ونسال سؤال واحد، مش هنسال اسئله كتير عشان ما نشتتهمش، خصوصا لو سنهم صغير. ايه اللي كان نفسك فيه وماما ما قدرتش تعمله لك الاسبوع اللي فات؟ او ايه اللي كان نفسك فيه وما حصلش الاسبوع اللي فات مثلا؟ او ايه اكتر حاجه زعلتك الاسبوع اللي فات من ماما مثلا؟ فيبقى ده السؤال، ان انا هركز على حاجه معينه. لو لقيت والله ده ما شاء الله مستجيب ومبسوط بالقعده وقاعدين بنتكلم، خلاص ممكن ادخل على السؤال اللي بعده. ممكن المره دي اخدها 5 دقايق، الاسبوع اللي جاي اخليها 10 دقايق، الاسبوع اللي بعده اخليها ربع ساعه، وهكذا. فحسب انا بتدرج مع الطفل بايه، عادي جدا. تمام. يعني بصي، بوست الموضوع المصارحه ده آم، مش يعني مش لازم كل اسبوع، هو كل فترة يعني ممكن كل شهر مثلا مرة. خصوصا انه يعني لو الدنيا الحمد لله مستقرة. لكن انا مثلا الفترة اللي فاتت كانت الدنيا مشدودة مثلا في الامتحانات وكده، فعملنا القعدة المصارحة دي. فقعدنا كل ما تحسي ان الدنيا حاسه ان ايه الدنيا مش اظبط حاجه، في مثلا سلوكيات ابتدت تظهر كده، حاسه ان هم زعلانين منك، مش بيتكلموا، مش بيقولوا اللي جواهم، فممكن تعملي القعده دي. الهدف منها هي حريه، الهدف منها ان انت تعرفي جوه ولادك ايه. لو هم زعلانين منك من حاجه او كده، ان انت تقربي منهم، ان انت تبني جسور الثقه. ليها فوائد كتيره قوي قوي قوي. تمام. بس المهم ان انتوا تبقوا بتعملوا ده من غير ما تحسوا بان انتوا زعلانين من الكلام، لانه احيانا كتير بيقولوا كلام بيزعل بالمناسبه، بس عشان نبقى واقعيين. كلام ممكن يكون احنا حاسين ان احنا عاملين احسن ما عندنا، بس للاسف يعني مش ده اللي هما محتاجينه، او بنعمل لهم حاجه في مكان هما مش محتاجينه. فمهم قوي نبقى بنقعد نسال احنا فعلا على الطريق الصح، ولا احنا متوهمين ان احنا على الطريق الصح. طب الاسئله بقى معلش في الاخر برضو. تمام. ماشي. النقطه اللي بعد كده هي الاجتماع العائلي. خلاص. طب ايه فكره الاجتماع العائلي؟ فكرته ان احنا نبقى بنتعامل كفريق واحد، في وقت ثابت بنقضيه مع بعض كعيله، بنحس ان احنا فريق، بنعمله مره في الاسبوع، مره في الشهر. المهم ان احنا نحاول نبقى مستمرين عليه بشكل دائم يعني قدر المستطاع. فاحنا نحاول نعمله مره في الاسبوع، ما قدرناش خلاص خليها مره في الشهر، او نبتدي مره بالشهر، ولو قدرنا اكتر يبقى كويس، بحيث ان احنا نلتزم. خلاص. هو مش اجتماع تأنيب ضمير او جلد ذات، ولا هو جداول، ولا هو اوامر. محتاجين ان احنا نقعد نعمل فيه حاجه مع بعض احنا كعيله. خلاص. اللي بيها نخلي البيت يبقى مريح، واللي بيها البيت يكون يعني مكان الولاد يحبوا يكونوا موجودين فيه. طب ليه بنبدأ بيه الورشة؟ يعني ليه أصلا نبتدي بيه؟ قصدي واحنا عايزين نعمل الخطة بتاعتنا أو كده. لأنه هيساعدنا وهيمهد لنا طريق بعد قعدة المصارحة، وخلاص طلعنا جوه كل اللي جوانا وصفينا كل اللي جوانا. نبتدي بقى ممكن نعمل الاجتماع العائلي ده في يوم تاني ونستمر عليه، وقعدة المصارحة تبقى كل فترة. خلاص.
هنبتدي نربط الاطفال بالاسره يعني كفريق. تمام. هندي مساحه لصوت كل طفل ان هو يتسمع. هنبني امان، وهيكون عاده اسبوعيه ما بيننا، هيحملنا مسؤوليه تجاه بعض كاسره. تمام. هنبتدي نعمل ايه؟ هنحدد وقت ثابت وهادي نعمل فيه الموضوع ده، مثلا الجمعه بعد الغداء او السبت قبل ما ننام مثلا. ويفضل ان هو يكون مكان مريح، يكون شغال صيف شتاء. الاجتماع ده يكون في قعدة مريحة. ممكن نعمله مثلا، عارفين زمان كنا بنبني بيت كده بالمخدات وكده، فممكن نعمل حاجة زي كده فتبقى حاجة فاني واحنا قاعدين جواه، وحاجة ظريفة فالولاد يحسوا بالألفة وكده ان احنا قاعدين نعمل ده مع بعض. وبعد كده هنبتدي نعمل تاني حاجة ايه، هنعمل جدول خفيف كده للاجتماع. فأول حاجة خالص بنعملها هي لحظة شكر وتقدير لكل واحد فينا. فأنا بشكر الباقيين وهم كل واحد فيهم بيشكر الباقيين. فأنا بقى كل واحد بيشكر التاني على حاجة. أنا بشكر مثلا أحمد إن هو مثلا لم لعبه من غير ما أطلب منه. طبعا محتاجة أشكر كل واحد على حاجة عشان ما حدش يحس إن أنا اكني بلقح عليه. لو احمد لم اللعب فياسمين ما لمتهاش، فيحسوا بقى انه ايه، دماغهم بتسوح. تمام. مثلا يا زياد انا مبسوطه قوي ان انت جيت حضنتني من غير ما اقول لك مثلا حضنك النهارده كان حلو قوي، او انا اتبسطت قوي ان انت عملت كده. يا ياسمين شكرا ان انت مثلا دخلتي الحاجه، مثلا دخلتي الاكل التلاجة بعد ما خلصتيه، او انك روقتي سريرك، او ايا كان. تمام. ادور على اي حاجه، اي حاجه صغيره، معلش هنتعب شويه. دور على اي حاجه ولو صغيره. ده هيخليكي طول الاسبوع بتدوري على حاجه كويسه هما بيعملوها، ما تبقاش بس باصه على الحاجات السلبيه. النقطه التانية، اما كل واحد يتشكر يحس ان هو متشاف، فيحس انه بادئ الاجتماع وهو مبسوط وحاسس انه يعني ممتن لده ومحبوب ومتشاف. النقطه الثالثه، هما كمان هيبتدوا يدوروا على لبعض على حاجات حلوه. فهم برضو ما يبقوش ماشيين ماما ده تنفس معايا في نفس الاوضه، ماما ده خبطني، ماما ده زقني. فمحتاجه ان انا ابقى بديهم مساحه ان هم يشوفوا حاجات حلوه كمان في بعض، وان انا اخليهم يشكروا بعض على الحاجات. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي مهم يعني نعلمها لهم. تمام. وعينيهم تبقى على الحاجه الحلوه مش بس الوحشه. وفي عباره كده حتى انا حطاها هنا على اللابتوب عندي، اسمها دور على الحلو يزيد. مش عارفه هتشوفوها ولا لا، بس هي هنا اهي. دور على الحلو يزيد. انا بحب الجمله دي جدا. فكره انه الواحد يدور على الحلو يزيد، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. ان كل ما ندور على حاجه حلوه هنلاقيها بتزيد. كل ما نقعد ننتقد، خلاص بقى ما انا وحشه وحشه، مش انتوا شايفيني وحشه، خلاص انا وحشه. بعد شويه مش هبقى ببذل مجهود اصلا، مش هبقى عايزه اعمل لكم اي حاجه تخليكم تحسوا ان انا خلاص انا مصدقه كمان عن نفسي كده وانا فعلا وحشه، وخلاص بقى. تمام. وشوفوا بقى سوء السلوك بعد كده للاسف. طيب، النقطه التانية هي فكره لحظه المشاركه. فكل واحد هيحكي حاجه، يختار حاجة يحكيها. أكتر حاجة حبيتها الأسبوع ده، أكتر حاجة اتبسطت بيها الأسبوع ده، أكتر حاجة اتضايقت منها الأسبوع ده. أي حاجة يحب يشاركها. فممكن نحط ثلاث أسئلة زي دول، أو نحط إحنا أسئلة من عندنا، أو كل مرة حد يختار سؤال يسأله للباقي يبقى هو اللي مسؤول. تمام. وليكن المرة دي آية هتسأل، الأسبوع اللي جاي رضوى هتسأل، الأسبوع اللي بعده كذا، وهكذا. فكل واحد يبقى بيسأل مرة. النقطة اللي بعد كده بقى، ممكن نعمل إيه؟ ممكن نتفق على قرار جماعي مع بعض. فممكن نتفق على حاجة هنطبقها سوا، زي مثلا هنقرا الأذكار الصباحية مع بعض، هنقعد ساعة بدون شاشات سوا، مثلا وليكن ساعة في الأسبوع. فهنقرر قرار جماعي مع بعض، أو هنقرر خطة مع بعض، أو هنقرر كل واحد يعمل خطته ويشاركنا بيها. فاحنا هنا موجودين عشان قلبنا على بعض، واحنا بنبقى مشتركين في حاجة واحدة، بغض النظر حتى لو هيعملوها بشكل فردي، بس احنا بنشارك بعض. يمكن انا لما اقول الخطة بتاعتي، ندى تاخد من الخطة بتاعتي تعجبها، فنتفق ان احنا نعمل حاجة مع بعض، او نلاقي حاجة مشتركة فنعملها مع بعض، وهكذا. اخر حاجة بقى هي حاجة اختيارية، بس فكرة ان احنا نختم اليوم او الاجتماع بحاجة لطيفة. فممكن نلعب لعبة سريعة، او نحكي قصة، يعني او نغني اغنية مثلا مع بعض. ففكرة ان احنا نقفل الموضوع بشكل لطيف. مثلا ممكن كل واحد مثلا يقلد صوت حيوان مثلا ويحاول ما يضحكش، او كل واحد يقلد صوت حيوان واللي هيضحك هيبقى خسر مثلا. او مثلا ممكن نشوف، لو احنا نتخيل لو احنا مركبة فضائية مثلا، احنا موجودين في مركبة فضائية دلوقتي، هنروح فين او هنعمل ايه او هنتصرف ازاي. نتصرف كأننا كائنات فضائية مثلا. فيبقى بالنسبة لنا ختمنا اليوم، ما يبقاش الاجتماع يعني سخيف. نحاول يبقى كل واحد من النصايح برضو المهمة، نبقى كل واحد ليه وقت
ما نحاولش ان احنا نفتح قوي. ممكن نبقى بنعمل حاجه زي مثلا وليكن القلم ده اكن ده مايك، فالمايك في ايد اللي هيتكلم، معناها ان الباقي يسكت. فبالتالي انا آية دلوقتي بتتكلم، بعد كده رؤى هتتكلم، بعد كده رحيم هيتكلم، فاللي في ايده القلم بس هو اللي هيقدر يتكلم. وممكن نعمل تايمر عشان لو في حد من الولاد بيسرح شويه في الوقت، يلاقي نفسه اتكلم 10 دقايق ربع ساعه ما صدق بقى، فنبقى بنديله دقيقتين 3 او حاجه علشان ما نفتحش في الموضوع. خلاص. كل حد ليه دور في الكلام زي ما قلنا، ما نحرجش حد، ما نقاطعش حد. انتي اللي هتبقي مسؤوله، يعني انتي هتبقي مسؤوله عن الاجتماع. لو حابين تختاروا كل مره حد يبقى مسؤول عن الاجتماع وهو اللي ينظمه، يختار مثلا اللعبه، يبقى بيدير الاجتماع بشكل كويس، وفي الاخر نشكره على ادارته، فممكن ده بحيث ان احنا ندي الولاد مجال ان هم كمان يديروا، يبقى الاجتماع كله احنا حاسين بالانتماء ليه، مش انا بس. تمام. بس القائد ده محتاج ان هو بيبقى يلتزم بالشروط او بالقواعد اللي احنا حاطينها. خلاص. ممكن نحتفل مع بعض لو في حد التزم بحاجه، فكل اسبوع مثلا وليكن بنعمل الاجتماع ده، فالاسبوع ده انا عملت انجاز في الانجازات بقى اللي احنا كنا بنوثقها المره اللي فاتت واللي احنا قلناها في الاخطاء. فانا وثقت مثلا، فانا خلصت حاجه معينه، خلصت مثلا ليفل معين في الانجليش مثلا على دولينجو مثلا، فبالتالي هاجي اشاركه، فكلنا هنسقف له، كلنا هنشاركه، هنبارك له، فيبقى حاسس بانتماء للموضوع ده. خلاص. فهتلاقي حتى اللي ما انجزش الاسبوع ده عايز المره اللي جايه يجي يبقى انجز حاجه. ممكن نكتب قرارات بسيطه ونعلقها تبقى زي ايه، يعني دستور كده لينا او قواعد لينا، فممكن نعمل ده. خلاص. فده كده بالنسبه للخطوات بتاعه الاجتماع العائلي. فالاجتماع العائلي بنبتدي بالشكر او بالتقدير والامتنان. بعد كده بنبتدي ان احنا نشارك مع بعض ايه الحاجه اللي مضايقانا او كده بشويه اسئله قلنا عليهم. بعد كده قرار جماعي لينا مع بعض، واخر حاجه اختياريه هي فكره اللعبه اللي نختم بيها الاجتماع. ده كده الاجتماع العائلي ممكن نقعد فيه ونعمل يعني نعمل الخطه. وانا لسه جايه لكم الخطه، لسه ما اتكلمناش في الخطه بقى اقول لكم ازاي نقسم، بس لغايه دلوقتي عايزه برضو اعرف ايه اللي نور معاكم من اللي اتكلمنا فيه من شويه. دور على الحلو يزيد. انا كمان بحبها قوي انا السوم والله. اوكي. هل ادافع عن الاخطاء اللي بيقولها؟ ايه هي الاخطاء اللي بيقولها؟ مش واخده بالي. مش واخده بالي يا حوريه، بتتكلمي في ايه؟ طيب. اعتقد محدش عنده حاجه يقولها، صح؟ اهلا اهلا يا ميوش. طيب. فتعالوا بقى نكمل. احنا عملنا ايه لغايه دلوقتي، بعدين هنخش على تقسيمه الخطه بقى، اللي هو انتوا كل القعده دي كلها عشان تقسيمه الخطه اللي انا لسه هقولها دي. فاحنا في الاول خالص اول حاجه عملناها اتكلمنا في النوايا بتاعتنا، واتكلمنا في غلطه بنعملها في الاجازه، واتكلمنا بعد كده على الفرق بين التعلم والتعليم، الفرق ما بينهم، واحنا عايزين نكمل بالتعلم مش التعليم. واتكلمنا على العشر اخطاء، لا العلاقة الاول بين الام وطفلها وازاي هي مهمة. واتكلمنا كمان على الاخطاء، 10 اخطاء احنا ساعات بنقع فيها. واتكلمنا على المصارحة وقد ايه هي مهمة عشان تطلع اللي جوه الطفل فيبقى قادر يستقبل مني بعد كده لو هو بيصفي اللي جواه بشكل مستمر. واتكلمنا على الاجتماع العائلي وازاي نعمله، وازاي مهم ان احنا نبقى بنشارك بعض ويبقى حاجة عائلية ونتعامل كفريق. ودلوقتي هنتكلم على تقسيمة الخطة، بس أنا محتاجة أعرف منكم لو حاجة نورت معاكم لغاية دلوقتي، حابين تشاركوني حاجة. هستنى كده شوية وبعدين أكمل بقى آخر جزء في النهاردة بإذن الله. بحب يكون في حاجة حلوة ناكلها. حلوة قوي يا أمنية، ماشي. فحتة ان احنا نبقى عاملين حاجة حلوة بناكلها دي تبقى حلوة وبتبني ذكريات حلوة. او ممكن نعمل مشروب، يعني ساعات مثلا كنا في الشتاء نعمل مثلا كاكاو سخن ونشربه، فتحس ان هو كان بيدفينا كده ويخلينا نقول كلام زي الفل. فحلوة قوي يا أمنية، شكرا ان انتي قلت لنا الحتة دي فعلا. او بنعمل سناكس مثلا، وممكن بعديها بعد الاجتماع بنبقى وقتنا بقى، فممكن نقعد نتفرج على حاجة مع بعض، ممكن نكمل ألعاب سوا، فبتبقى برضو حاجة لطيفة وبتبني ذكريات حلوة عند الولاد. شكرا يا أمنية ان انتي قلت لنا الحتة دي.
طيب اعتقد محدش عايز يقول حاجة، او انا مش واضح عندي يعني، فخليني اكمل. ماشي، بنقسم اليوم على اساس ايه؟ قبل كده انا كآية كنت بقعد مع الولاد، كل واحد اشوف هو حابب يعمل ايه الاجازة دي. تمام. ف مثلا حد بيحب حاجة وحد تاني ما بيحبهاش، فانا مش هينفع الزمهم هما الاتنين بنفس الجدول. فبنشوف بقى، تعالوا دلوقتي كل واحد يقول لي بيحب ايه وعايز يعمل ايه الاجازة دي او كده. والنقطة التانية هي في حاجات انا شايفاها انتوا محتاجينها وببتدي ان انا اوجهكوا ليها. زي مثلا ان مثلا فترة من الفترات حد مثلا كان بيغضب جامد. طيب ايه اللي محتاجين نشتغل عليه الفترة دي؟ محتاجين نشتغل على المهارة دي، ان انت تحاول تمسك نفسك او تحاولي تمسكي نفسك مثلا عن ده. انا بديكوا امثلة مش حقيقية يعني. مثلا حد تاني انا شايفة انه مثلا انا كآية مثلا شايفة انه مثلا مهمل، او انا كأم يعني شايفة انه مهمل مثلا في اوضته، او هي مهملة في اوضتها. فبالتالي انا شايفة ان هي محتاجة تتعلم مهارة معينة، مهارة مثلا التنظيم. فمهارة التنظيم دي ممكن تبقى من المهارات اللي انا بلفت انتباههم ليها. ممكن تبقوا ايه الحاجة اللي انت محتاجة تتعلميها، او الحاجة اللي انت محتاجة تتعلمها علشان نساعد بعض، او تساعد نفسك ان اوضتك تبقى منظمة مثلا على طول. فابتدي ان انا اسمع منه. لو انت مش عارفة ممكن تسألي. عشان كده زي ما قلت لكم انا عاملة البرنامج بتاع اللي هو صفنا فيه خير ده. ان شاء الله هنشارك مع بعض في شوية مهارات، وهبقى بسمع كمان من الناس ايه المهارات اللي محتاجين يتعلموها واديهم مصادر معينة ليها. تمام. فالفكرة في انه انت محتاجة تبقي بتسألي ايه المهارات اللي ممكن يتعلموها في الحتة دي، بوجهه بشكل غير مباشر. فده اللي كنت بعمله قبل كده. تعالوا بقى ناخد الخطة دي ونحطها على بعضها. تعالوا دلوقتي نشوف الحاجة اللي احنا ممكن نعملها. طيب دلوقتي مثلا بالنسبة للمهارة دي احنا مثلا كل يوم هنحافظ بس على نظافة السرير، خلاص لمدة اسبوع او لمدة اسبوعين، وليكن احنا بنتكلم في مهارة التنظيم. او في كتاب عندكم بتاع ذكي ولكن مشتت بيتكلم على المهارات، فممكن ترجعوا تسمعوه او تشوفوه يعني تقروه. وفي كمان الكتاب بتاع الكبار الاذكياء المشتتين للنجاح. لو انتوا نفسكم اصلا عندكم حاجه يعني ممكن تكون اصلا المهاره دي منكم، يعني انتوا مثلا ممكن تكون ام اصلا مش منظمه في البيت، فبالتالي الدنيا مش منظمه بالنسبه لهم، فهم عينيهم مش متعوده على النظام، فبالتالي مش بينظموا بشكل كويس. تمام. فممكن تبقى هي محتاجه تبتدي بنفسها اصلا. ممكن تبتدوا المهارة دي مع بعض. انا مثلا فترة من الفترات اتعلمت انا والولاد في الاجازة التخطيط. انا دلوقتي بدي كورسات تخطيط. انا شوفوني من 7 8 سنين كده، 7 8 سنين انا كنت فاشلة فاشلة يعني. انا ما بخططش خالص، ما بعرفش التزم بخطة، لغاية ما الحمد لله قدرت اعرف ايه الحتة بالظبط وقدرت اشتغل عليه. فاللي عايزه اقوله انه احنا محتاجين نشوف المهارات دي اصلا كمان موجوده فينا ولا مش موجوده فينا، عشان برضو لو هي مش موجوده فينا يعني هيبقى يعني بنسبه كبيره محتاجين نشتغل على نفسنا مع اولادنا علشان يحسوا برضو انه الحاجه رايحه جايه. تمام. فده كده بالنسبه لي انا كنت بعمل ايه قبل كده. بالنسبه للخطه كل واحد بيقول بيحب يعمل ايه، انا بلفت نظرهم لحاجه. ممكن كمان الحاجه الثالثه ان حاجات تبقى ثابته عندنا اساسيه، زي مثلا موضوع الرياضه لازم في اسبوعنا يبقى فيه رياضه. موضوع القران وكده مش رفاهيه، لا احنا ده حاجه اساسيه، مش حاجه مش نشاط صيفي بننزله وبعد كده بنسيبه في الشتاء، لا هو حاجه مستمره معانا. في حاجات اساسيه وثوابت معانا. فكده الخطه مقسمه بين 3 حاجات. خلاص ده نوع من انواع التقسيمه، لسه هقول لكم تقسيمات تانية. فالتقسيمه الاولى حاجات بيحب يعملها، التقسيمه الثانيه حاجه انا ملتفته ليها وحاسه ان هو محتاج يشتغل عليها، التقسيمه الثالثه او النقطه الثالثه في التقسيمه دي انه حاجات ثوابت في اسبوعنا لازم تبقى موجوده صيف شتاء، ما بننقطعش عنها اصلا. ممكن مثلا حد يبقى من اولوياته مثلا الانجليش، فيبقى مثلا ايه كورس الانجليش شغال صيف شتاء، او البرمجه احنا مثلا عندنا البرمجه شغاله صيف شتاء، فاحنا شغالين في البرمجه صيف شتاء. والقرآن دول اكتر حاجتين، الانجليش برضو ساعات. تمام. فدي الحاجات الثوابت اللي عندنا. والشطرنج فحسب بقى، بس يعني كل واحد مختار حاجات معينة مش كلهم نفس الحاجة. خلاص. فكده دي نوع من انواع التقسيم. خلاص لو ابنك كبير شوية يقدر يعمل ده وقادر يعبر عن نفسه بشكل كويس. طيب لو ابنك محتاج مساعدة، كنت بسمع
فيديو لصديقه ليا اسمها ايات، هي كانت بتتكلم عن مقاصد الشريعه وان احنا محتاجين نقسم اليوم بين مقاصد الشريعه. عجبني قوي التقسيمه بتاعتها، بس انا كنت مقسمه التقسيمه بطريقه تانية هقولها لكم دلوقتي. فهي بتتكلم عن مقاصد الشريعه هم 5، فربنا يكرمها يا رب. هي بتتكلم في الاول في الدين، في النفس، في العقل، في المال، في العرض. خلاص، فيومنا محتاج يكون فيه ال5 تقسيمات دي موجوده. فالدين ايه اللي ممكن نعمله في ديننا، النفس ايه اللي ممكن تعمله لنفسك لجسمك بقى وال والايه والروحك وحاجه ترفيهيه ليك وهكذا. العقل ايه اللي ممكن تعمله لعقلك وتشتغل عليه. المال ازاي نعلمه ان هو يدخر او ان هو يتعامل مع المال بشكل كويس، فدي مهاره من المهارات. بالمناسبه ليها كورس حلو قوي كنت عملت عليه ريفيو بتاع علي محمد علي ودكتور هيثم اللي هو ماسك منصه بناء في بناء. فانا كنت عملت عنه ريفيو، لو عايزين تشوفوه وتشوفوا رايي فيه، لان انا شفته انا والولاد كان حلو جدا، فكان بيتكلم عن الموضوع ده. فلو انتوا حابين تشوفوه، كورس الوعي المالي تقريبا للاطفال اسمه كده. اخر حاجه العرض بقى بيتكلم على فكره التربيه الجنسيه، وهي كانت بتتكلم ان احنا محتاجين ندخل لاولادنا ازاي ان هم يعتنوا بنفسهم، ازاي ان هم يعتنوا بالنقطه معلش اتشتت معاكم عشان كاتبين اسئله. النقطه اللي تخص نظافتهم الشخصيه، اللي احيانا بنشوف ان الولاد مش بيهتموا بنظافتهم قوي. مثلا حاجات بقى هيجينز، مثلا ما بيغسلوش ايديهم بعد ما بيطلعوا مثلا من الحمام، حاجات من هذا القبيل. بينضفوش هدومهم كويس او بينضفوش نفسهم كويس، فهدومهم ما بتبقاش نظيفه، حاجات من هذا القبيل. فاحنا محتاجين نبقى بنركز معاهم في ال5 مقاصد دول. تمام. انا بقى كانت تقسيمتي ايه؟ انا كانت تقسيمتي انا وال7 حقوق. خلاص، دي التقسيمه اللي انا ناويه امشي بيها مع اولادي ان شاء الله الاجازه دي. لو احنا مشينا ب7 حقوق علينا في اليوم، وانا شايفه ان انا كمان انا كآية ممكن امشي بال7 حقوق دول عشان احس انه مفيش حاجه في يومي عدت من غير ما اغفل حق من الحقوق اللي عليا. اول حاجه حق ربنا سبحانه وتعالى عليا. تمام. وردي، صلاتي، سنني، اذكاري، وردي تاني قصدي القران، الاذكار الصباح والمساء، مثلا امتنان او حمد لله سبحانه وتعالى، او شكر الناس اللي حواليا، لانه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ففكره ان انا اعوده على حاجه زي كده، ان هو يبقى بياخد باله كمان من النعم اللي حواليه وبيشكر الناس كمان عليها. فحق ربنا سبحانه وتعالى هل اديته النهارده ولا ما اديتوش؟ تمام. فمحتاجه ان انا ابقى اول تقسيمه دي، اول قسم اكتب ايه الحاجات اللي انا ناويه اعملها. وليكن مثلا عندي ورد قراني، عندي ورد تدبر، اذكار الصباح والمساء. مثلا عندي ال3 دول هلتزم بيهم في الاسبوع وهثبتهم، او هلتزم مثلا بحاجه واحده منهم او بحاجتين مثلا منهم. فانا هركز في الحاجتين دول، فده كده اول حق عليا. تمام. تاني حق عليا هو حق نفسي عليا. فكره ان انا وقت اريح فيه، وقت لجسمي اتحرك فيه، لان ده مهم قوي. وقت العب، عشان الترويح على النفس ده حاجه مهمه، ده احتياج من الاحتياجات. عشان كان في حد بيقول ان انا لو سالت ابني هيقول لي هلعب. ما طبيعي، ما هو ده مرحلته السنيه، دي حاجه. النقطه الثانيه انه ده احتياج من الاحتياجات النفسيه اللي بندرسها. يعني الاحتياج ده لو فيه خلل، من الحاجات اللي ممكن تعمل خلل بقى لما يكبر. فكره ان هو يبقى فيه تلقائيه، فيه لعب، فيه ترويح، فيه مرح، ده احتياج نفسي وما زال موجود عندنا، بس احنا احيانا ما بندروش حقه. حق بقى مثلا حق النفسي برضو عليا، ان انا ممكن اتكلم مع حد مثلا. ففكره ان انا ارتاح، او ان انا اعمل نشاط هادي مثلا، او ان انا العب بشكل معين. فانا لما اجي اعمل اي حاجه هشوف هسقطها فين. تمام. مهم قوي النقطه دي. فانا دلوقتي مثلا قلت ان انا هريح، خلاص. فعماله بريح، هاخد مثلا 3-4 ساعات بريح كده، بعمل اللاشيء او بلعب. اوكي حلو، بس هل ده هياخد من حق حاجه تانية؟ وهم بترتيبهم كده، يعني حق ربنا عليك فين، حق نفسك عليك فين، حق البيت عليك فين، ده الحق الثالث. فهل في مساعده في البيت بتعملها ولا لا، بترتب الحاجه ولا لا، حاجه بتعملها للبيت مش بس لحاجتك انت. يعني مش بس اوضتي وخلاص، انا بس مع اوضتي، لا. بغسل مواعيني مثلا ولا بغسل طبقي بعد الاكل، بس هل عملت حاجه تانية ساعدت بيها في البيت ولا لا؟ فدي برضو حاجه من الحاجات المهمه. فالنقطه الثالثه هي حق البيت عليا. تمام. النقطة اللي بعدها حق الناس عليا. حق الناس عليا ده بقى ان انا اقول لحد كلمة طيبة، اساعد اخويا،
صلة رحم، اكلم حد من اهلي، ابعت له رسالة، افتكر حد وادعي له وابعت ادعي له، اطلع صدقة باسمه وارجع اقول له ان انا طلعت صدقة. ف... فدي حاجة من الحاجات المهمة. شكرت ماما النهاردة ولا مشكرتهاش، شكرت حد ولا مشكرتوش. فممكن كمان حتى واحنا بنشارك يعني في الاجتماع العائلي بقى واحنا بنشارك، فنبقى بنقول كل واحد بيعمل ايه في الحقوق دي، فنبقى بناخد افكار من بعض. تمام. فبرضو كل حاجه من الحقوق دي يا ريت بس لو بناخد حاجتين نبتدي بيهم، بعد كده نكتر مش مشكله، بس نبتدي بحاجتين. خلاص. النقطه اللي بعدها حق عقلي عليا. انا دلوقتي لما اكون ماسكه الموبايل طول الوقت، ففين حق عقلي عليا؟ هل ده هيساعدني؟ هل ده هيفرق معايا في حاجه؟ مش هيفيدني بشكل كبير، لانه هيأثر على عقلي، بالعكس هيخليني بتضرر بشكل او باخر. في فيديو لولادكم كبار شويه بيتكلم على عفن الدماغ، اسم سخيف شويه بس هو ترجمته كده، عفن او تعفن الدماغ. ده بسبب الريلز الكتير بيأثر على الدماغ، وبقى بيعمل حاجه اسمها تعفن الدماغ. يعني اسم سخيف قذر يعني، سوري، بس هو بقى مصطلح دلوقتي متداول من كتر ما استخدمنا الريلز والحاجات السريعه، اثرت علينا جدا. فلو ولادنا كبار شويه ممكن نخليهم يشوفوا حاجه زي كده. تمام. حق عقلي عليا ان انا اقرا، اتعلم حاجه جديده، ان انا اسال، ان انا احل الغاز، احل سودوكو. الاسئله كمان بتفتح الدماغ بشكل كبير. اختار كل يوم حاجه كده واكتشف بيها، حتى لو هكتشف بيها حاجه عن نفسي، او هعمل بيها حاجه، او ان شاء الله حتى اقعد العب بازل، او العب مكعبات بتاعتنا الليجو والحاجات المكعبات، او اشتغل برمجه، او اي حاجه فيها عقل، اي حاجه فيها تفكير. خلاص. والافضل انها تكون بعيده عن الموبايل يعني. عارفه ان في حاجات زي كده على الموبايل، بس في حاجات كمان ممكن نطبعها ونشتغل عليها في البيت يعني. تمام. من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اعملها يعني في صيفنا فيه خير، البرنامج اللي انا كنت بقول لكم عليه، ان انا عايزه اعمل مع الولاد حاجات تخص التركيز، من غير ما احس ان الولاد عندهم عدم تركيز. الجيل كله اصلا محتاج يشتغل على فكره التركيز. في العاب كتير قوي، في حاجه اسمها برين جيم، عشان لو مش عايزين تشتركوا في البرنامج اعملوا سيرش عن برين جيم. في العاب بقى مثلا زي قلت لكم سودوكو، فانتوا ممكن تطبعوا الحاجات دي وتلعبوها مع اولادكم، هتفرق قوي معاكم. انا معلش ان انا بهرش، بس انا عندي حساسيه انف ففي تراب، فانا بهرش كتير، معلش. طيب، الحق السادس هو حق قلبي عليا او روحي عليا. فكرة بقى ان انا كمان اعبر عن مشاعري، اعبر عن افكاري، ان انا ابقى دايما مهم قوي اعلم الولاد ان هم يبقوا بيعبروا وبيفرغوا مشاعرهم. دي حاجة مهمة قوي. في تمرين بسيط قوي، انه فكرة ان هم في الاول خالص يبقوا عارفين اسماء المشاعر. لو عدينا الخطوة دي ندخل على الخطوة التانية، نكتب كل المشاعر اللي قابلتنا النهاردة في يومنا. يعني نقعد بالليل كده نفرغ مشاعرنا. فانا حسيت النهارده اول ما صحيت بالارهاق، بعدين توتر، بعدين حماس، بعدين احباط، بعدين فرح، وهكذا. فالفكره انه اخليه يفرغ مشاعره، دي حاجه مهمه. ان هو يبقى بيكتب في دفتره، دي حاجه برضو مهمه. ان هو يتعلم مثلا تمرين زي تمرين التنفس، ده بيخليه يهدى ويخليه يبقى عنده مساحه. فكره انه يقعد مع نفسه، مش لازم دايما يبقى وقته مشغول بين حاجات لازم يعملها كتير. ممكن يبقى بيقعد مع نفسه يعمل مثلا، يمارس عباده التامل مثلا. تمام. عباده التامل والتفكر، ان هو يبقى بيقعد في خلق الله بيتامل او بيتفكر. دي عباده عقليه مهمه جدا، وبتفرق بقى. يعني هي عقليه صحيح، بس بتصب كمان في القلب، تخلينا نبقى مرتاحين، تخلينا نبقى حاسين باحساس افضل. يعمل مشروب لنفسه ويقعد كده مع نفسه 5 دقايق كده روقان، وهكذا. يشغل مثلا جنبه صوت بحر ويقعد. فمهم ان انا كمان ابقى بعمل ده عشان هو يشوف ده كمان. اوكي. فكده دي الحقوق اللي عليا واللي انا محتاجه اشتغل عليها. فاول حق هو حق ربنا عليا، تاني حق هو حق نفسي عليا، تالت حق هو حق البيت عليا، حق الناس عليا، وحق عقلي عليا، واخر حاجه حق قلبي عليا. تمام. هما 6. طيب، الفكره بقى انه يعني كل حق زي ما قلنا هيكون فيه بس نشاطين او 3 بالكتير. تمام. ولو يعني لو انتوا شفتوا كل واحد فيهم هياخد قد ايه، مش هياخد حاجه فظيعه. يعني مثلا لو قسمناهم، انا دلوقتي لو فرضنا انه مثلا الاذكار مثلا هتاخد قد ايه في اليوم؟ اقصى حاجه ربع ساعه، اقصى حاجه.
تمام. الصلاة برضو هتاخد قد ايه؟ يعني وليكن قولوا مثلا يعني لو هم كملوهم، يعني كل صلاة وليكن هنديهم 5 دقايق مثلا، فاحنا بنتكلم في 5 صلوات يعني 25 دقيقة، يعني نص ساعة ل5 دقايق. يعني لو مشينا بالحاجتين دول، ربع ساعة وربع ساعة ونص ساعة للصلوات كلها، يبقى كده بنتكلم في ساعة. فساعة كده حق ربنا عليا. تاني حاجة برضو هناخد قد ايه يعني عشان اعمل حاجة في البيت، وليكن نص ساعة. فلو مشيتوا كده على كل حق هتلاقوا مثلا بياخد بين نص ساعة لساعة بالكتير قوي، الا بقى لو هو حابب يزود مثلا في اللعب شوية في الحاجات دي شوية، فهو بيبقى اختيار. فهنلاقي ان لسه مازال عنده برضو النوم يعني يوم طويل. من ضمن الحاجات برضو حق نفسي عليا هو النوم، ان هو ينام بشكل كويس وينام بشكل يعني كافي. فمهم برضو ان انا اكون بتكلم معاه في فكرة النوم والصحيان وكده. طبعا احنا بنتكلم في فترة ما قبل المراهقة يعني، فقادرين شوية نتكلم معاهم بشكل او باخر. خلاص، دي كده بالنسبة للتقسيمة. قولوا لي رأيكم فيها، وقولوا لي لو حابين يعني تقولوا حاجة في النقطة دي. بالظبط، شكرا يا فاطمة انتي كتبتيهم. شكرا يا الاء ان انتي كتبتيهم، حلوة قوي. انتي كده على فكرة يا الاء مشيتي جزء كبير من الحاجات، عشان انا كنت هقول لكم انه في الاخر، او ممكن تبتدوا من دلوقتي تكتبوا ايه النقاط اللي عجبتكم. عايزة 10 نقاط عجبتكم او لمست معاكم يعني في اللايف. هما 6، سوري انا اتلخبطت قلت 7، هما 6. فكنت عايزة اقول لكم الحاجات اللي في اللايف اللي فرقت معاكم. وبناء عليه هختار حد يعني يكسب جوائز، هقول لكم عليها في الاخر. خلاص. طيب، في حد عايز يقول اي حاجة؟ معلش هما طلعوا 6. تقريبا كنت عدهم غلط. معلش يا جماعة انا ادبي اصلا. طيب، حد عنده اي حاجة حابب يقولها؟ اوكي، اخر جزء، ودي تقسيمة تانية. آه، اهلا يا سارة، وانتي كمان وحشتيني، لسه واخدة بالي. طيب الحمد لله. طيب التقسيمة دي ممكن تبقى لينا احنا كمان بالمناسبة، يعني هي شاملة كل حاجة اصلا. يعني لو عملنا التقسيمة دي خلاص كده احنا مش محتاجين حاجة في البيت، ده هو زي الفل. تمام جدا، مش محتاجين اكتر من كده. اخر حاجة بقى او اخر تقسيمة انا يعني فكرت فيها، قلت نستغل الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي، بدل ما احنا يعني عمالين نقول انه الذكاء الاصطناعي وبقى خلى الولاد اعتماديين، فخلينا نستغل الذكاء الاصطناعي. فانا حضرت كام سؤال كده، 10 اسئلة، وبعدين رحت عملت اختبار، دخلتهم للشات جي بي تي وقلت له انا هجاوب لك الاسئله دي، وانت حط لي حط لي 50 نشاط على الاسئله دي بما يناسبني وبناء على الاجابات بتاعتي، وبعدين حط لي خطه اسبوعيه بمصادر عشان اتعلم الحاجات دي. فقد كان. فانا حطيت ال10 اسئله. زي ايه ال10 اسئله؟ انا هكتبها لكم برضو في المصادر. ايه اكتر حاجة بتحب تعملها في يومك العادي؟ لو معاك يوم كامل من غير مدرسة تحب تعمل فيه ايه؟ او تتعامل فيه ازاي؟ تحب تلعب لوحدك ولا مع ناس؟ تحب تتعلم حاجة جديدة في الصيف، ايه هي الحاجة الجديدة دي؟ او ايه الحاجة اللي انت تحب تتعلمها في الصيف؟ طيب بتحب تسمع اكتر ولا بتحب تحكي اكتر؟ بتحب لو فتحت نادي صيفي يكون اسمه ايه ويقدم ايه؟ بتحب تستخدم ايدك اكتر ولا دماغك اكتر؟ تحب تفكر اكتر ولا ترسم اكتر؟ وهكذا. فهم 10 اسئله، وانا رحت جاوبتهم وهو طلع لي خطه. مش قادره اقول لكم بقى خطه انا اتبسطت بالخطه. يعني من ضمن الحاجات مثلا انا قلت له اني بحب، انا بحب العب مع ناس، يعني انا طفله يعني، وبحب اطبخ، بحب الاعمال اليدويه، بحب اريح، ما بحبش الروتين قوي، بحب الاشغال اليدويه، عايزه اتعلم انجليزي، و وبحب ان انا اكون بساعد الناس. خلاص. فقال لي الاسبوع الاول ايه؟ قال لي ارسمي كل يوم حاجه بتفرحك واستخدمي الوان التلوين، وراح حاطط لي مصدر احمل منه الوان التلوين دي. وبعدين قال لي ممكن تعملي حاجه يدويه بكرتونه البيض عشان تبقى حاجه من البيت عندك، وتبقى مجسم لمدينه الابطال الخارقين.
وحاطط لي فيديو عشان اشوف انه فكره اختاري وصفه بسيطه واطبخيها مع ماما مثلا. وحاطط لي برضو وصفات، وقال لي ان انا ممكن اتعلم انجليزي من ابلكيشن يعني هو حاطه، وقال لي ان هو هيعلمني بطريقه لطيفه. تمام. وبعد كده الاسبوع التاني قال لي اعملي كارت تهنئه وزينيه وخدي الفكره من بنترست، وقال لي اتفرجي على كرتون بالانجليزي عشان تطلعي كلمات انجليزي مختلفه، وقال لي اعملي تحدي الاشغال الفنيه كل يوم، اعملي افكار جديده من قائمه الانشطه الصيفيه للاطفال. قال لي اعملي مطبخ صغير لنفسك واطبخي اكله بسيطه مع اخواتك، وقال لي ابني خيمه في اوضتك واقري فيها القصص اللي انت بتحبيها، وحاطط لي ازاي اعمل الخيمه. وهكذا بقى الاسبوع الثالث والرابع وهكذا، يعني عمل لي خطه ظريفه قوي، انا اتبسطت من الخطه الحقيقه. فاللي عايزه اقوله انه ممكن نستغل اللايف. الاسئله بتشتتوني والله، استنوا هرجع تاني. هنستغل الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي في ان احنا نعمل حاجه زي كده. بس مهم ان انتوا تبصوا الاول على الخطه دي، تبصوا على المصادر اللي حاططها، لانه في الاول وفي الاخر يعني هو ممكن يكون بيحط لنا حاجه ممكن تكون مش مناسبه خالص لا لديننا ولا مناسبه لاخلاقنا ولا لثقافتنا او كده. فمهم ان انت تبقي بتراجعي تبصي بصه على الخطه قبل ما تعرضيها على الولاد. اوكي. ولو هما الولاد كبار شويه وبيقدروا ينقحوا الموضوع وانت معلماهم ده ومش قلقانه على ده، فممكن تخليهم يعملوا ده. لو انت مش قلقانه ده براحتك يعني. خلاص. طيب نرجع تاني بقى لاخر فقره، وهي ازاي اتعامل مع الفطور في نص الاجازه. هل كده معناه ان الاجازه تمشي زي الفل؟ لا، الحقيقه ممكن ما تمشيش زي الفل ولا حاجه، عادي. في النص هيحصل ملل وهيحصل فطور، فمحتاجين ان احنا نعترف بدون اي تأنيب ضمير ولا ذنب. انتي مش مسؤولة عن شعور ولادك، احنا مش موجودين عشان نبقى مسؤولين عن شعور ولادنا خالص. في الاول وفي الاخر انا بعمل اللي عليا وبجتهد وبسعى، وسبحان الله النتائج دي مش بتاعتي خالص. انا بحاول يعني ايه، بحاول ان انا يعني ادفع الاذى عن اهل بيتي بسبب الشاشات وبسبب الحاجات اللي ممكن تحصل. بس هل ده معناه ان الدنيا هتمشي زي ما انا عايزه؟ لا، ممكن ما تمشيش زي ما انا عايزه. في النص بقعد ومن غير ما أقلب نفسي أشوف إيه اللي حصل. هل في حاجة حصلت؟ هل في حاجة طرقت علينا جديدة؟ هل في حاجة أنا وقعت فيها غلط من الأغلاط اللي أنا ممكن ذكرتها من شوية؟ ونبتدي نشوف التقييم إيه، الولاد إيه اللي حصل، نتكلم معاهم، نعمل اجتماع عائلي تاني. أنا ملاحظة إن إحنا ما بقناش ماشيين على الخطة الفترة اللي فاتت. تعالوا نشوف إيه الحاجة اللي ممكن تساعدنا نمشي على الخطة. السؤال بيفرق، السؤال بيفرق. انا مش بلومهم، مش بقول لهم انتوا ما مشيتوش على الخطه وكذا وكذا وكذا، انا بقول لهم ايه اللي مش مساعدكم. تعالوا نشوف. فانا حطيت نفسي معاهم في نفس المركب، وتعالوا نشوف انا عايزه اساعدكم مش عايزه اتهمكم، فهيجوا معايا. فالاسلوب بيفرق، عشان الناس اللي قالت انه ولادي بيجادلوا وكذا، انتي بتتكلمي معاهم ازاي. ماشي. تاني نقطه، ارجعي للنيه الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها في اول اللايف. نيتك كانت ايه اصلا الاجازه؟ هل قرب؟ هل راحه؟ هل تواصل؟ هل جسور ثقة؟ هل حب؟ هل تعلم مهارات؟ وشوفي انتي عملتي ايه. مش يمكن انتي حاطة 20 هدف عشان يتعملوا في الاجازة وده كتير قوي، والولاد كانوا محتاجين مساحة من الراحة اكتر؟ مش يمكن الاهداف دي انتي حطيتيها لوحدك من غيرهم؟ فانتي محتاجة ترجعي تشوفي النية الاولى كانت ايه، وهل النية دي كانت صح ولا ممكن تحتاج تبديل او محتاجة تغيير او كده. فمحتاجين نشوف ده. تمام. النقطة الثالثة هو هدفي في التخطيط دايما. ايه دي اللي انا بقول، غيري الطريق مش الهدف. تمام. فانا مش بغير الوجهة بتاعتي، انا بغير الطريق بتاعي. فانا ممكن امشي من الطريق ده الاقيه مقفول، فهلف وارجع تاني وامشي من طريق تاني عشان اوصل للحتة اللي انا عايزاها. زي فكرة الجي بي اس دايما بقول عليه، انا دلوقتي ماشيه من الطريق ده، الجي بي اس لقى المكان ده مقفول هيمشيني من طريق تاني، مش هيقولي لا رجعي بيتك بقى ده مقفول خلاص كده مش لازم تروحي المشوار ده. تمام. فانا لو شايفه انه الطريقه دي ما كانتش مناسبه، الحاجات اللي انا اخترتها المره دي ما كانتش مناسبه، او الولاد اختاروا حاجه بما انهم هم اللي بيختاروا ما كانش مناسب، او انا اخترت وما اديتهمش فرصه كفايه، فانا محتاجه اغير الشكل اللي انا بلتزم بيه دلوقتي. فانا هدفي ان انا اخلي الولاد يبعدوا عن الشاشه، وهدفي اللي انا اخترته في الاول والنيه بتاعتي في الاول يمكن انا حطيتها بشكل مش مناسب للولاد، او حطيتهم كلهم بنفس الشكل فالولاد كلهم بقوا بنفس الطريقه وده مش مناسب ليهم كلهم. عندي طفل حركي، عندي طفل حواري، فانا كده بظلمهم. فمحتاجه اشوف ايه الخلل اللي انا محتاجه اشتغل عليه.
او ممكن اكون حاطه نوايا كتير او اهداف كتير فمحتاجه اقلل شويه الموضوع. تمام. لما احس بالفتور ده ما لا بأس ان احنا نقول النهارده راحه، هنفصل تماما وهنعمل الحاجات اللي احنا عايزينها تماما. بس ممكن نكون في حاجات ثوابت في يومنا ما نستغناش عنها، زي مثلا حق ربنا علينا مثلا ما ينفعش ان احنا نهمله عشان ربنا يبارك لنا في اليوم ده. وليكن مثلا حتى لو مش هتقرا الورد بتاعك اللي هو مثلا وليكن صفحه، هتقرا ايه، فممكن نقرا اقل قليل او ناخد اقل قليل، بس النهارده هناخد يوم راحه تماما. حتى انتي كمان ارتاحي، كلوا بواقي اكل، قادرين تشتروا اكل من بره اشتروا اكل من بره، اعملوا بيضتين وكلوهم، ايا كان حسب امكانياتك. تمام. فاليوم ده بدون اهداف، بدون واجبات، بدون اي حاجه، بدون اي حاجه احنا هنلتزم بيها، وهنرجع تاني ان شاء الله من بكره. بس النهارده احنا هنفصل تماما، النهارده يوم الفصلان خلاص. في فيلم كده كان لطيف اسمه يس داي. الفيلم ده بيتكلم على انه الولاد الاب والام قرروا ان هم هيوافقوا على اي حاجه في اليوم ده، وحصل بقى يعني لخبطه وهرجله وكده. خلي بالكوا عشان الفيلم كان فيه كذا مشهد محتاجين تبقوا انتم مركزين فيه. كنت طلعته من مكان بس مش فاكره منين، كان يعني كان ما فيهوش المشاهد دي، يعني كانت متشاله، كان حد ربنا يبارك له شالها، بس انا مش فاكره بصراحه كان فين. لو لقيته ربنا ييسر هبقى احطه لكم. بس انتوا شوفوه الاول لوحدكم، وبعد كده شوفوا اذا كنتوا حابين تفرجوا الولاد عليه ولا لا، لانه ممكن يكون اولوياتي او يعني قيمي مختلفه عن القيم بتاعتك، او في حاجه بتبقى مش فارقه معايا بس ممكن تبقى فارقه معاكي، فشوفيه. بس هو الفيلم بشكل عام يعني بيوصل رساله حلوه، انه في الاخر خالص من كتر ما اليوم كان ما فيهوش اي قواعد، اليوم بقى هرجله جدا، والولاد نفسهم بقوا منزعجين وبقوا منهارين، وبالعكس الموضوع قلب عليهم بشكل عكسي جدا يعني. فالفيلم حلو، في معاني حلوه. اوكي. فدي نقطه. النقطه اللي بعد كده انه الاخيره يعني ان افتكري انه الهدف مش الكمال او المثاليه، هدفي ان انا عندي نيه معينه تخص اولادي، وان انا عايزه لهم الاحسن، فالاحسن ده من وجهه نظري ممكن ما يكونش الاحسن من وجهه نظرهم، فانا محتاجه اقعد اسمعهم، ما بقاش ماشيه وانا حاطه ايديا كده وماشيه وبمشي في اهدافي، هتعملوا كده وخلاص. تمام. وافتكري دايما ان القلوب تعمل كما تمل الابدان. فمهم قوي ان انتي يعني تبقي فاكره زي ما انا قلت قبل كده، انه حتى لو انتي بتعملي حاجه بتحبيها كل يوم هتزهقي منها، حتى لو بتاكلي كل يوم اكله انتي بتحبيها قوي هتزهقي منها بعد شويه، مش هتبقي عايزه تاكلي الاكله دي. فالفطور شعور طبيعي، طبيعي جدا، فاحنا محتاجين بس نتعامل معاه وما نبقاش واخدين الموضوع بشكل شخصي، او نحس بان احنا مسؤولين عن شعور ولادنا فنحس بتأنيب الضمير، او نحس ان احنا مقصرين فنطلعه عليهم ونغضب ونحس ان احنا بنلومهم على شعور عندنا اللي هو انا مقصره وانتي مش مسؤوله عن شعوره. تمام. بالعكس، كل ما يحس انه ملان دي حاجه كويسه، ان هو يشتغل على نفسه، يشوف ايه اللي مخليه حاسس بالملل، طب يمكن محتاج يغير الانشطه اللي في كل حق من الحقوق السته، ويجرب ويجرب انشطه جديده في كل حق، فده يساعده. تمام. وبكده نكون خلصنا. مش متخيله ان احنا قعدنا ساعتين الا ربع، حقيقي الورشه طولت قوي، انا اسفه والله، بس انا حاولت اختصرها قد ما اقدر، عايزه اقول لكم شلت حاجات. انا حابه دلوقتي اسمع منكم بقى، يعني ممكن ناخد سؤالين 3 كده على قد ما اقدر، ونشوف الدنيا ايه. لا مش مجراتي يا سامح، انا ما شفتوش من مجراتي، بس مجراتي برضو بينزلوا افلام بيقولوا انها مقارنة، بس انا مش بصراحة ما شفتش منهم. انا لقيته حد كان منزله على درايف على الفيسبوك، فجبته منه، حد ما اعرفوش يعني وانا بسيرش. طبعا انتوا كاتبين اسئله، فانا مش عارفه بقى الاسئله اللي فوق، نزلوها لي تحت، نزلوها لي تحت عشان مش عارفه اطلع لها فوق. طيب الحمد لله ان انتوا عاجباكوا التقسيمه، الحمد لله. طيب انا هبقى محتاجه منكم تكتبوا لي دلوقتي الاسئله، هبقى محتاجه منكم تكتبوا لي 10 حاجات طلعتوا بيها النهارده من اللايف. اوكي. وحاولوا يكونوا منظمين كده تحت بعض عشان نبقى قادرين نقراهم بشكل كويس. محتاجه منكم ان انتوا تعملوا شير لللايف ده عشان ناس تانية تشوفه. هختار بكره باذن الله حد ياخد كتيب انا عاملاه اسمه اسمه ايه يا رب نسيت اسمه، اسمه سؤال بيقربنا، وهو يعني اقرب لابني. الفكره في الكتاب ده ان في امهات كتير مش عارفه تسال اولادها ايه، او مش عارفه تتكلم معاهم في ايه، او تفتح مجالات معاهم،
فانا عملت مجالات كتيره قوي، منها عن الاجازه، منها عن المرونه، منها عن المسؤوليه، منها عن الاحتياجات النفسيه، منها هو شايفني ازاي، في حاجات كتيره قوي. فانا هختار حد منكم يكسب الكتيب ده. بالمناسبه انا عامله عليه خصم لغايه يوم 5/6 تقريبا، فانتم محتاجين تلحقوه لانه عاملاه بسعر رمزي جدا جدا، ما يجيش على قد تعبه حقيقي يعني. وهيكون في جروب كمان عشان نتواصل عليه، فلو حد حابب يكتب سؤال بيقربنا. وزي ما قلت لكم، اللي هيكتب ال10 نقاط وهيعمل شير هياخد يعني هختار حد يكسب الكتيب هدية. وعامله كتيب تاني اقرب لنفسي، ده للام نفسها عشان تقدر تسأل نفسها اسئله، لانه احيانا ما بنعرفش نتكلم مع نفسنا. وعامله كمان البرنامج بتاع صفنا فيه خير، بس للاسف ده انا مش هدخل فيه حد هديه. فبرضه لو حابين تسألوا عنه، عشان انا عاملاه ومش عارفه هعمله تاني ولا لا. هو لمده شهر ونص هنقضيهم مع بعض. و هعمل كمان هدية لكتيب تاني اسمه لعب وقرب، كنت عاملاه السنة اللي فاتت، كله أنشطة، كله مليان أنشطة. هو كتيب حوالي 100 وشوية صفحة، في أنشطة بس مجرد على الطباعة. فبرضو الكتيب ده إن شاء الله في حد هيكسبه هدية، فاحنا كده عندنا هديتين. حد هيكسب الكتيب بتاع أقرب لابني اللي هو سؤال بيقربنا، أو هيكسب لعب وقرب. تمام، ده الهدية التانية. خلاص. ومستنية اشوف لو في حد عنده اي اسئلة. اعمل ايه في رفض تعلم اي حاجة او الالتزام باي حاجة؟ بصي، كده اكيد في حاجة، في حاجة فيها وقفة يعني. يا حرية ان فكرة ان حد ان هم يبقوا رافضين الالتزام تماما او كده، فاحنا محتاجين نبقى نشوف ايه المشكلة بالظبط عندهم. ممكن يكون مش ملتزم عشان هو حاسس انه التزم كفاية الفترة اللي فاتت، ما خدش حريته بشكل كافي، ما فيش أنشطة بتخرجه من جو المدرسة أو كده، فكله يعني كله ضرب كده، مفيش شتيمة زي ما بيقولوا. لو هو طول الوقت عمال بيلتزم بحاجات مش عايز يلتزم، عايز يفك شوية. ففكرة ان انتي تبقي بتخليه يعني ايه يطلع من دايرة الالتزام دي وتسيبيه شوية، اللي هي الهدنة او الهدنة او فكرة الاستراحة المحارب. هل بتعملي معاه كده ولا لازم كل اليوم يبقى محشور؟ في حاجات كتير قوي تتسأل. فانا ما اقدرش اعرف هو ليه بيرفض الالتزام، لان انا ما اعرفوش، وانا كمان ما تعرفتش لسه عليكي، فما اعرفش انتي بتعملي معاه ايه. ممكن يكون حاجة معينة بتحصل من غير ما تقصدي اكيد يعني، وتكون هي السبب في ده. فانا ما اقدرش احكم يعني اقول على النقطة دي بصراحة، او محتاجة تفاصيل اكتر يعني. فاحيانا بتبقى محتاجة جلسة عشان نقدر نعرف ايه الخلل اللي بيحصل، محتاجين نعالجه عشان يحصل الالتزام او يحصل التواصل ما بينك وبين ابنك يعني. اوكي. شكرا يا آية، بجد لقيت مدخل أتكلم معاهم في استغلال الصيف، لأنهم كل ما أقول ننام بدري أو نعمل حاجة مفيدة يقولوا لي فاضيين، ولكن الحقيقة ان في حقوق تانية كنا ناسينها زي حق الصحة. حق ربنا حلو قوي ما شاء الله، حلو قوي يا أمنية. حق الصحة ده ممكن يدخل في حق نفسي، ما هو أنا محتاجة ان أنا أكون يعني محتاجة أركز في صحتي، وهيخش برضو في حق ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا سبحانه وتعالى مديني الصحة دي أمانة، فانا محتاجه ان انا احافظ عليها. فاحافظ على صحتي ازاي؟ احافظ بالنوم، احافظ بالاكل الصحي، احافظ بالرياضه. وهيخش كمان في حق العقل، لان انا كل ما صحتي تكون كويسه وكل ما بكون باكل كويس هيخش معايا في حق العقل، فهي هتخش في كذا حق معاكي، فهتبقى مدخل ان شاء الله كويس تقدري تشتغلي عليه يعني. الفيلم اسمه يس داي. يس داي. اوكي. يس يعني نعم، داي بس. اللعب دي هقولك، ما انا قلت لكم ان انا هنزلها في مصادر، والمصادر دي هتنزل ان شاء الله بعد ما اخلص على طول. في العاب زمان، في فن صناعة الذكريات، في كذا حاجة يعني. لو في حد بقى من اللي كتبوا اسئلة فوق انا قلت لهم مش هنشتريها دلوقتي، مش هنشتريها، مش هنجاوبها دلوقتي عشان بس حرية دول ازاي نشتري كتيب الاسئلة. الادمن هيردوا عليكي ويقولوا لك التفاصيل. فلو في حد عايز يقول اي حاجة او يسأل اي حاجة انا معاكم. لو في حد سألني فوق وانا قلت لهم مش هجاوب دلوقتي. يعني بستمتع وانا يعني بقرا الخواطر بتاعتكم، ده حاجه على الهامش يعني، ان انتوا استفدتوا انه طلعتوا 10 خواطر بغض النظر عن الهدايا. بس انا بجد بستمتع، بحس ان انا ياه، الحمد لله انا عملت حاجه كويسه على الاقل، لفت يعني فرقت مع حد واحد يعني، فبجد بستمتع.
بعيدا عني، بس بحسه نوع من انواع الشكر للشخص، يعني ان هو يبقى بيقول له انا استفدت كذا كذا كذا، فده يشجعه ويخليه يحس انه عمل حاجه. فبحسها حاجه لطيفه ان احنا نقول الحاجه اللي عجبانا، زي ما لو حاجه مش عجبانا هنقولها على طول. فمؤخرا بقيت احاول اركز في الحته دي حتى مع الولاد، انه زي ما انا دايما بعترض على الحاجه الوحشه، فانا محتاجه برضو بقى كل حاجه حلوه محتاجه اركز عليها او اقولها يعني. اكتر حاجة بتعجبني اسئلتك اخر كل فقرة، عشان بنعمل عصف ذهني ونستفيد اكتر ونضطر نفتكر. وتاني حاجة لما بتعيدي بعد كل فقرة احنا عملنا ايه وبنعمل ايه. ربنا يشهدك دائما ويبعد عنك الزهق. الحمد لله. تسلمي يا روزان. انا اساسا قلت الجملتين اللي فاتوا دول بسبب تعليقك، لانه يعني حبيته لمسني يعني. شكرا يا روزان قوي. اتعلمت تخطيط فين؟ بصي اتعلمت يعني خدت كورسات كتير قوي، وفي الاخر عملت كوليكشن حاجه خاصه بيا انا. يعني مش باخد حاجه، انا مش من الشخص اللي انا مش الشخص اللي بياخد الحاجه كده من اولها لاخرها خلاص. ففكره انه ان انا يعني مثلا اعمل الحاجه بالطريقه الفلانيه او كده، لا ما بعرفش، فبدمج حاجات مع بعض. بس انا اوريدي بدي كورس تخطيط دلوقتي، فانا والله ما فاكره يا هبه انا اتعلمت فين يعني، بس اخدت كورسات كتير جدا. زي ما قلت لك انا كل كورس باخده بطلع منه بحاجه. يعني ما اقدرش اقول ان الكورس كامل هتاخديه هتاخدي نفس الخبره اللي انا طلعت بيها، لان زي ما قلت لك سمعت فيديوهات كتير، قريت حاجات كتير، عملت انا مع نفسي تجارب كتير لغايه ما طلعت انا بنموذج عملته في كورس التخطيط بتاعي. فمش قادره افيدك، بس لو انت عايزه تتعلمي عن التخطيط ممكن تشوفي الفيديوهات بتاعت احمد ابو زيد، لو عايزه حاجه مجانيه يعني. احمد ابو زيد علي محمد علي بيعملوا حاجات كتيره جدا عن التخطيط، وبحب اسمع له، فممكن تعملي ده. اوكي. الولاد اللي عدت ال 18 سنه يا حوريه، اصلا بالفعل انت ما تقدريش تلزميهم على حاجه. الشيخ محمد خيري كان بيقولك انت لغايه سن معين، هو سن المراهقه. لو 18 سنه ده شاب خلاص، ده خلاص كلها كام سنه يتخرج من الجامعه واصلا هيشتغل. فدول اصلا ما تقدري، ده اللي عايزه تلزميه حريه طبعا مش هتقدري تعملي ده. الفكره في ان انت يعني لفتره معينه كان بيقول لنا كده انت مربي بعد كده انت مذكر. فكره ان انت قبل السن المراهقه انت مربي، بعد كده انت مذكر. مفيش الا ان انت بتذكريهم بس بالحاجات اللي بيعملوها، تصاحبيهم، تتكلمي معاهم، ما ينفعش تغصبيهم على حاجه. فلو هو ما اقتنعش انه يعمل ده مش هيعمله. لو مفيش علاقه ما بينكم طيبه، لو طول الوقت بملاحظات وطول الوقت بتعترضي عليه وعلى اصحابه وعلى قصه شعره وعلى هدومه وعلى لبسه وعلى اللي بيعمله، اكيد مفيش علاقه طيبه اللي تخليه يجي يقعد معاكي. فانت محتاجه تبني العلاقه دي. وانا مش متخصصه مراهقين يعني، 18 سنه ده ما شاء الله ده مش مراهق كمان، ده ما شاء الله شاب يعني. ولو ان سن المراهقه يعني بقى اكبر شويه، بس انا مش ده تخصصي، انا تخصصي قبل سن المراهقه، فما اقدرش افيدك. ماشي. رفض اي تعلم اي حاجة جديدة او بتقابلك كتير ليه يا نور؟ ما هو محتاجة تشوفي ايه السبب. هل السبب في طريقتي، ولا السبب في طريقة التوجيه نفسها، ولا السبب في اني ما بسمعلوش كفاية، ولا السبب انه بيعند معايا بشكل او باخر عشان موجوع مني بشكل معين، ولا السبب ان انا برغمه على حاجة هو مش حاببها. في اسباب كتير، ما اقدرش اعرف، ما اقدرش اعرف. هي اسباب، انت ممكن تشوفي ايه السبب اللي متخيلة ان هو يكون اقرب يعني. اوكي. طيب لو سألتهم أهدافكم ايه في الأجازة الصيف، وتعملوا ايه مفيد في الأجازة، وكان ردهم ولا حاجة، عشان هما ممكن يكونوا مش عارفين يعملوا ايه. سهيلة السؤال نفسه عايم جدا، لازم يبقى محدد أكتر. احنا عملنا كذا تقسيمة، أتمنى يكون انتي سمعتيها وأتمنى تكون فادتك بشكل أو بآخر. اعملي التقسيمات اللي احنا عملناها دي، تمام. فهميهم عن مقاصد الشريعة، وان احنا يعني في عمره وفيما أفناه مهم قوي ان احنا نعلم الولاد حاجة زي كده، ان هما يبقوا مركزين في كل حاجة هما بيعملوها، علشان كل حاجة هنتحاسب عليها، كل وقت هيضيع هنتحاسب عليه. ف... فمهم ان احنا نبقى يعني مركزين في حاجة زي كده. جزاك الله خيرا. لقاء مفيد واحلى حاجة اعطاء الامثلة مش كلام نظري بفضل. الحمد لله. بحاول. شكرا يا حرية. هل اخد كورس التخطيط دلوقتي، ولا استنى لحد ما اعرف التزم بحضوره واخده؟ بس برضو انا لو استنيت من غير تخطيط مش هعرف اخده، اعمل ايه؟ طب مش عارفه ظروفك يا رزان عشان اقدر افيدك، فممكن تبعتي بس مسج لحد من الادمنز يقولك. انا كده كده اوريدي اصلا يعني بفتح كل فتره، بقيت بتابع بشكل فردي
مع الناس، عشان يعني عامله معاهم الخطط على مقاسهم هم يعني. بس بفكر والله افتحه بشكل جماعي، يعني تبقى مجموعه، فلسه مش عارفه. فانت ممكن تبعتي للادمن حتى يبقوا بيعملوا يعني تشوفوا الطريقه الانسب ليكي، ويبقوا يعملوا ويتنج ليست كده، ويبقوا بيبعتولك لو هم لو هعمله انا ان شاء الله بشكل جماعي يعني. تمام. عشان مش هقدر افيدك اذا كنت يعني هتقدري تلتزمي دلوقتي، يعني فاهمه قصدي؟ مش يعني ده هيبقى محتاج كلام، فالادمن ممكن يساعدوكي اكتر، يارا او رضوى هيساعدوكي ان شاء الله في ال في المسج في في الرسائل، ابعت لهم على الرسائل. اوكي ماشي. طيب آه يعني اتمنى اكون النهارده يعني طلعت ولو حتى بمعلومه واحده مفيده فرقت معاكم بشكل او باخر في علاقتكم مع اولادكم، او في اي حاجه انتوا بتعملوها. آه جزاك الله خيرا حبيبتي، بحب جدا الورش بتاعتك وبستفيد منها كتير واللي بيميزها البساطة. الحمد لله الحمد لله. ما لم يبقى احنا خلاص الشعار بتاعنا بساطة تقبل حب، فلازم يبقى في اي بساطة في الموضوع. طيب الكتب لو الادمنز ما خدوش بالهم من المسج هنا، ممكن تبعتوهم على الرسائل الصفحة. اوكي. طب مقاصد الشريعة تقدر تستوعبها بنتي 4 سنين ولا ما حاولش؟ انا بحفظ لها قرآن واذكاري وادعي. بصي هو ال4 سنين ممكن تبداي انت تحط لها ده، وتقولي لها احنا ليه بنعمل ده. قولي لها يعني احنا في حقوق علينا محتاجين ان احنا نعملها، فممكن تبداي بالحقوق البسيطه جدا، يعني ممكن تبداي ب3 حقوق، مش لازم بحاجات كبيره قوي. تمام. فانت ممكن تبداي مثلا بحاجه زي مثلا ايه حق ربنا علينا ايه. طب انت بتعملي لها الاذكار دلوقتي، حنان بتعلميها الادعيه، هيجي يوم عرفه ندعي فيه والكلام ده كله، والقران تحفظ الحاجات الصور البسيطه. فده كده حق ربنا علينا. حق نفسي عليا بقى ان انا اخد بالي من نفسي، ان انا ارتاح، ان انا مثلا مش عارفه اكل يبقى صحي، ما اكلش بس حلويات فيها حلويات كتير. حاجات تبقى بسيطه، ممكن تبقى في خلال القصه، ممكن تبقى امثله بسيطه. فانت مثلا ايه، انت بتقولي لها على مثلا وليكن هيبقى 3 حقوق بس، انه مثلا حق نفسي وحق ربنا وحق نفسي وحق حق مثلا الناس اللي هو ماما وبابا كده، او حق البيت مثلا ان انت تعملي حاجات في البيت، وتبدأي بالحاجات دي مثلا الحق ال3 دول. تمام. لو مقاصد الشريعة فدول حق يعني الحاجات مختلفة. تمام. فانتي شوفي حابة انهي تقسيمة منهم، وابدأي قولي لها بشكل مبسط واديها امثلة. وحتى لو انتي هتبقي بتقولي لها الحاجات اللي ممكن تعملها، بس ممكن تديها اختيارات او تخليها هي اللي تقول. اوكي. فاتمنى كده اكون جاوبتك يا حنان. ماشي، انتوا كاتبين الخواطر بتاعتكم، فشكرا جدا بمعلومات كتيرة قوي والله يا آية، ربنا يجازيكي خير. ربنا يديمها. معلش معلش انا اسفة ان انا طولت، بس اتمنى تسمعوه تاني لو قدرتوا، وتكتبوا النقاط او على الاقل اقروا الخواطر اللي الناس كاتباها، يعني ان شاء الله تستفيدوا. يا سماح ربنا يخليكي والله. طب الحمد لله. شكرا ان انتي كتبتي الملاحظات و... وشكرا ان انتي كاتبه، وانا كمان والله بحبك جدا. اكتر حاجه لمستني ان الفتره الماضيه كنت مهتمه بشغلي ومهمشه شويه علاقتي باولادي، ودلوقتي نويت ارجع تاني اعمل وقت مخصص لينا مع بعض، اخطط للاجازه مع كل واحد فيهم على طب الحمد لله حلوه قوي. ممكن اسم اللي عامل كورس او فيديو مقصص؟ لا هو مش عامل ده، هو كان جزء، هي كان برضو التخطيط للاجازه. وهي قالت من ضمن الحاجات النقطة دي عجبتني، يعني انا خدت النقطة دي، بس انا مش عارفة اذا كان مسموح ان هي تحط يعني ان انا احط الفيديو ولا لأ. هسألها يا وسام واقولك. بس هي كانت عاملة فيديو برضو للأجازة، وبتتكلم برضو عن الأجازة وازاي نخطط ليها مع اولادنا وكده، فبرضو كان لقاء لطيف لو انتوا حابين تسمعوه. بس انا هستأذنها الاول، لو كده بس اكتبولي وانا هستأذنها، لو وافقت هحط لكم اللينك يعني. يا مروة ربنا يكرمك يا رب وجزانا وإياكم. الكورس بتاع الشيخ محمد خيري كان اسمه أمومة واعية، بس أنا خدته من فترة، يعني خدته في أول دفعة خالص من حبة حلوين يعني. تمام. طيب يعني أتمنى إنه ما يكونش حد عنده سؤال وأنا ما خدتش بالي منه، فبعتذر لو حد عنده سؤال وأنا ما خدتش بالي منه، يعني كنت عايزة تكتبولي تاني عشان المسجات نزلت تحت. وشكرا جدا لحضوركم للاخر، وشكرا جدا لالتزامكم بان انتوا يعني يعني تبسطوا ولادكم وان انتوا تعلموهم حاجه جديده، وشكرا ان انتوا استحملتوني الوقت ده كله ساعتين، فجزاكم الله خير ان انتوا موجودين، اسعدتوني. هستنى وهتابع الحاجات اللي انتوا هتكتبوها يعني بكل شغف.
وانا هبقى مبسوطه جدا جدا ان انا اشوفكم على خير ان شاء الله في ورشه جديده. قولوا لي لو عايزين ورش تانية عن حاجه معينه، قولوا لي، عشان انا الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني حابه ان انا اطلع لايف كل فتره كده. اللايف ده هيتمسح بعد شهر، مش انا اللي همسحه، الفيسبوك بيمسح اللايف بعد شهر. فان شاء الله هنزله على اليوتيوب، على القناه بتاعه اليوتيوب. واشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.